أنا هو شيانج، ممكن أكون ضعيف ومنبوذ وبيتم التنمر عليا من كل شباب العشيرة، إلا إني حصل لي شيء أنت تتمنى يحصل معاك، وده اللي غير مسار حياتي بالكامل. وبدلا من حياة البؤس والفقر والخوف اللي أنا كنت عايش فيها، بقى معايا 2 من أجمل الفتيات بيخدموني، ولكنهم مش فتيات عاديين. فخلوني أعرفكم القصة وإزاي وصلت للي أنا فيه دلوقتي. وبنرجع فلاش باك في ذكريات شيانج، وبنشوفه وهو بيقول انا لازم احاول مهما حصل، مش هستسلم، وخلاص فاضل لي مسافة قريبة جدا واوصل لعشبة قاع الجحيم الشيطاني. العشبة دي هي املي الوحيد للوصول لجذري الروحي، واني اكون قادر على استخدام نقاط المصدر عندي. لكن فجأة بيقع شيانج من اعلى الجرف الصخري لقاع الوادي الشيطاني ليلقى مصيره المجهول. وفي اللحظة دي شيانج بيقول انا فعلا اكتر انسان منحوس في الدنيا دي كلها. فبعد ما قدرت ان اوصل لقمة الجبل واحصل على العشبة اللي هتحل مشاكلي في الحياة وسبب تنمر الناس عليا، اديني دلوقتي بخسر حياتي قبل ما اخد فرصة ان اغيرها. ومع ان شيانج قدر يتمسك بالجرف الصخري في اخر اللحظات، وده اللي رجع له امل في حياته من تاني، ولكن سرعان ما انكسر ذلك الامل مع انكسار الحجر الذي كان يتمسك به في الجرف. وهنا شيانج بيفقد وعيه وبيقع دون علم لما ستؤول اليه الامور. وفي الوقت ده واثناء سقوطه كان بيتذكر تنمر زميله عليه، وانه دايما كان بيقول له انه عبء تقيل جدا على عائلة تشين، ولولا ان ابوه منصب ومكانه فكان دلوقتي زمانه مرمي في الشارع. لكنه بيصحى من ذكرياته الأليمة دي ونظراته بتتقلب من نظرات كلها خوف لنظرات كلها راحة، وده لانه بيشوف بنتين قدامه قمة في الجمال، وبيقول لنفسه من الواضح ان انا دخلت الجنة، واللي قدامي دول هم الحور العين. وهنا البنت صاحبة الشعر الفضي بتتكلم وبتقوله على اساس انت بتتكلم معانا، وايه اللي وصلك هنا اساسا؟ على العموم ده مش مهم، وده لانك هتخسر حياتك حالا. هنا بيحس شانج بالخوف وبيبتعد عنهم بسرعة، وبيقول لهم 2 من العواجيز بيعملوا ايه في قاع الارض الملعونة. لكن شيانج بيتدارك الامر بعد كده وبيعتذر لهم انه ازعجهم، وبيقول لهم ان ما كانش ليه اي هدف غير الوصول للعشبة الشيطانية مش اكتر. وده اللي بيخلي البنت ام شعر فضة تقول له شاب بقى ازيك بيتكلم كتير، وانا اللي كنت فاكرة انك الامل في رجوعنا، لكنك عبارة عن شاب ضعيف ومنحوس، واعتقد انك بكل الاحوال مستحيل تكون الشخص المنتظر. شيانج ساعتها بيرد وبيقول شخص منتظر؟ انت تقصدي مين بالظبط؟ فهي بترد عليه وبتقول له اخرس خالص، انا ما سمحت لكش بالكلام، ولازم تعرف انك في اكتر مكان مليء بالطاقة الشيطانية، ولو كنت ضعيف الإرادة والروح فبالتأكيد هيتم الاستحواذ على روحك من قبل حكام اليان واليانج، وصدقني نهايتك هتكون قريبة بكل تأكيد. وبعد كده تحاول تراقب ألفاظك، لأن تعديك على قاع الجحيم الشيطاني من الممكن التغاضي عنه، لكن وصفك لينا بالعواجيز ده اللي مستحيل نسمح ليه. وفعلا البنات مجانين وبيهتموا بالحاجات دي، بس المهم بنشوف البنت التانية وهي بترتعش، ومن الواضح انها مصابة بإصابة مميتة، وده اللي خلى شيانج يقول لها انا ممكن اساعدك لان انا معايا اعشاب علاجية ممتازة جدا. فبترد عليه وبتقول له ان الاصابة اللي عندها من المستحيل علاجها بالطريق العادي او حتى ادوات متدنية زي اللي معاه، وعلى ما اعتقد ان هي نهايتي ولازم اقبل الموت بدون اي اعتراض. هنا شيانج بيرد عليها وبيقول لها انا ما بعترضش على المسلمات، لكن طالما انت بتتنفسي فده معناه ان في امل للحياة، فحتى وسط الاحباط اللي احنا فيه ده الا اننا لا نزال بنتنفس، وده لوحده سبب للامل والمحاولة لكسب معركة الحياة. وده اللي بيخلي الاخت الكبرى تقول ان الطفل ده ممتاز، ومن الواضح كده انه يستحق المحاولة. وهنا الاخت بتنزل ثيابها وبتكشف ظهرها وبتقول له انها مصابة اصابة مميتة، ولو هتقدر تعالجني بالاعشاب اللي معاك فيلا ابدأ دلوقتي. وبالفعل بيبدأ شيانج بمحاولات العلاج، واول لما بيحاول يلمسها بنشوفها وهي بتبص له وبتقول له انت بالتأكيد اضعف من مجابهة قوتي، وهتقع في شباك وهمي وهسيطر عليك بسهولة. ومع ان شيانج كاد ان يصاب بالوهم، لكنه ضرب نفسه
نفسه وقدر انه يستعيد وعيه مرة تانية، وبنشوفه هو بيعتذر على عدم تركيزه، وده اللي خلى الاخت الكبرى تقول اعتقد ان الواد ده يستحق المحاولة فعلا. فبترد عليها الاخت التانية وبتقول لها بالفعل هو يستحق فرصة تانية، وده لانه قدر يقاوم الوهم وسيطر على نفسه في اللحظات الاخيرة. وساعتها الاخت بتقول له انت نجحت في الاختبار، وشيانج مش مدرك اي اختبار هي كانت بتتكلم عنه. وهنا كانت الصدمة، وده لان البنتين دول بيطلع منهم طاقة كبيرة جدا. والاخت الكبرى بتقول انا حاكمة الغيوم سومياو ومصدر طاقة الين في العالم العلوي. والاخت الصغرى بتكمل على كلامها وبتقول وانا حاكمة الظلام وطاقة اليانج في العالم السفلي السيدة باي يواي. وده اللي بيخلي شيانج حرفيا مرعوب، وده لانه امام اخطر كيانات في العالم. وبيكملوا بيعرفوه ان هم تم نفيهم لقاع الواد الشيطاني، وارواحهم تم ختمها هناك، ومفيش اي طريقة للنجاة غير عن طريق جسد شخص فاني. وبما انه قادر يخرج من وهم يوي فهو الشخص المناسب لتحمل عبء هذه المهمة. وي بتقول له انت املنا في الخروج واحنا املك في الحياة، ودلوقتي ده هو اختيارك، يا اما تخاطر بمحاولة استيعاب طاقتنا الغير محدودة في جسمك او تستنى مصيرك المحتوم. فشيانج بيسألهم في الوقت ده وبيقول لهم يعني ده معناه اني هكون قادر استخدم طاقتي الروحية وهقدر استعيد طاقة المصدر اللي مختومة جوايا ولا لا؟ فيوي بترد عليه وبتقول له ايها البشر الحقير انت اقل من الحثالة واحلامك ابسط من مستواك المتدني. انت مش مدرك انك بمجرد الحصول على طاقتنا فانت هتصبح مقاتل لا يقهر، لكن لازم تعرف ان الطاقة دي لها مخاطر وعواقب وخيمة وممكن تودي بحياتك. لكن شينج بدون اي تفكير قال لهم انا مستعد للمخاطرة بحياتي، وده لان الحياة بدون طاقة روحية في عالم الارواح اصعب من المكوث في قاع الجحيم، وانا مستعد للمجازفة. فالاميرة مياو بتقول له طالما كده بقى يبقى لازم تستعد لاقامة رابط الدم المقدس بينا. وساعتها شانج بيرد عليها وبيقول لها بكل تأكيد يلا بينا نبدأ. وبنشوف مياو وهي بتخرج ورقة الختم، ومن بعدها بيبدأوا الأختين في نقل طاقتهم وربط أرواحهم في جسد شيانج، واللي كان باين عليه إنه بيتألم بطريقة يندى لها الجبين، وصرخاته بتهز المكان كله. ومع ان الاخت مياو قالت ان احنا لازم نوقف حالا، وده لان طاقته مش هتتحمل ضغط اكبر من كده، بس شيانج بيقول لها انت بتقولي ايه؟ انا هكمل في الطريق ده حتى لو انفجر جسمي بالكامل، فلا طريق للرجوع بعدما رأيت نور الامل في اخر الطريق. وطبعا كلنا عارفين ان النور اللي شايفه في اخر الطريق ده مش نور الامل، ده خازوق بلمبة، ولكنهم كملوا ضخ طاقتهم بداخل جسده، ونتيجة ضخ الطاقة المتواصل ده بدأت الامواج تجتاح المكان كله. ووسط تألم شيانج تلاحظ مياو ان في اصوات لوحوش في قاع الجحيم بتقرب منهم، وده اللي خلاها تسرع في عملية ضخ الطاقة في جسد شيانج. وده لأن الوحوش دي بتتخطى المستوى الرابع بكل تأكيد، ولو وصلوا عندهم فهذه ستكون النهاية لا محالة. ومع تألم شيانج بنشوفه هو بيصرخ وبيقول لهم كملوا ضخ طاقتكم بسرعة، ولا من الواضح كده ان كبر سنكم مأثر عليكم. فهم بيتضايقوا من اللي قاله، وده اللي بيخليهم يضخوا الطاقة أسرع من الأول بمراحل. وهنا بنشوف جسد شيانج بعد ما بدأ بنثر الدماء في كل مكان بسبب مقدار الطاقة المهول اللي بيدخل جسمه. وفي نفس اللحظة بنشوف ان في احد اكبر وحوش قاع الجحيم وصل، واللي بيكون اشبه بديناصور. هنا يوي بتلاحظ ان جسد شيانج بدأ بالتعافي والشفاء من كل جروحه، وده معناه ان هم نجحوا في نقل طاقتهم لجسده. فلو كان الطفل ده محظوظ بالقدر الكافي وقدر يمزج طاقة الين واليانج بداخله، فبكل تأكيد سيصير المحارب الذي لا يقهر في كامل الارض وحتى في محيط السماء. لكن احنا لازم نحميه حتى وصوله للمستوى القتال المطلوب، وده اللي هيخليهم يحاولوا يعطلوا الوحوش الشيطانية بكل ما اوتوا من قوة. ومع انهم كانوا بيهاجموا الوحوش الشيطانية بكل قوتهم، لكن بسبب انهم نقلوا طاقتهم لجسد شيانج فبنشوف الوحش وهو بيضربهم بديل وبيرموهم لبعيد وبيوقعهم على الارض. ومع انهم تم اصابتهم الا انهم لقوا الوحوش متجهة ناحية جسد شيانج، فساعتها يوي بتتصرف بسرعة وبتستخدم طاقتها في ربط ديل الوحش،
الوحش وبتسحبه ناحيتها قبل ما يتغذى على شيانج الغلبان. ومع انها قدرت على ايقافه في اخر لحظة، الا اننا بنتصدم ان الوحش ده استطاع الاطاحة بها من جديد، وساعتها بيكون متجه للشيانج علشان يتغذى عليه، لكن فجأة بتخرج طاقة بتخضع كل من في المكان، وده اللي بيخلي مياو تقول لاختها من الواضح انه استطاع دمج الطاقة داخله اسرع مما كنا نتوقع. وبالفعل بنعرف ان مصدر الطاقة ده هو شيانج، واللي كان بيخرج منه مقدار مهول من الطاقة، وده بالطبع بفضل تجانس طاقة اليين واليانج جواه. وبيكون شيانج مش مصدق انه بيشعر بكمية الطاقة المهولة دي، واي شعور هذا، فلا امتع من شعورك بانك غير محدود بعد عجزك لسنوات طوال. بعد كده شيانج بيعتذر للاختين عن تاخره لمساعدتهم، وبيشكرهم ان هم ادوله فرصة لاثبات قوته. فمياو بترد عليه وبتقول له اعتقد ان في وحش هناك مستني تجربة قوتك الجديدة. واول لما الوحش بيبدأ يفوق من اصابته ما بيلحقش يا عيني، لان الشانج كان اسرع من الوحش بمراحل، وقدر انه يبعد الاختين لمكان امن، وبينط تجاه الوحش بكل سرعته، وبيكون منبهر من قدرته على التحرك وسرعته الجديدة، والشعور اللي ما حسش بيه قبل كده طول حياته. لكنه ما بيكملش في انبهاره ده كتير، وده لانه بينقض على الوحش وبيوجه له هجوم مباشر. بس المفاجأة ان الوحش ما بيتأثرش بالهجوم ده، وبل استطاع جمع الطاقة للفتك بشيانج، وده اللي بيخلي شيانج يهرب من المكان، وده بسبب خوفه من القوة اللي خارجة من الوحش ده. فهنا مياو بتزعق وبتقول له ارجع وقاتل زي الرجالة يا هبل، انت عندك القدرة على استجماع الطاقة زي الوحش ده، فانت ليه مش بتستعمل الهجمات المادية عليه؟ فلما شيانج بيسمع كلامهم ده بيقول لنفسه انا هجربه كده كده مش هخسر حاجة. وبعدها بنتفاجئ وبنشوف ما كبر وحجم الطاقة اللي بتخرج من أكتر واحد مستضعف في العالم. فأي قوة وأي طاقة تخرج منك يا شيانج. وبينقض شيانج ناحية الوحش بأسرع ما عنده، ومع إن الوحش قدر إنه يهاجمه بطاقة سحرية، إلا إن شيانج استطاع تفادي الضربة وبيقضي عليه بهجوم واحد بس، ويا لها من طاقة مدمرة حرفيا هزمت الوحش وسببت دمر الواد الشيطاني بالكامل. وشيانج هنا بيقول لنفسه أنا أمتلك القوة لحكم هذا العالم، فمن يمكنه أن يتحداني الآن؟ نعم يا سادة، إنه جنون القوة وارتواء الجسد بالطاقة بعد عطشه لسنوات. ومياو بتقوله في الوقت ده انت يا عم العظيم، انت هو جنون العظمة هيصيبك من مجرد الاحساس بقدر بسيط من الطاقة. انت مش عارف انك لما تتقن المهارات المحظورة فانت بالتأكيد هتكون اقوى من كده بمراحل. بس كل ده مش مهم، لانك لازم تخرجنا من هنا قبل ما يصبح الواد الشيطاني ده هو المقبرة اللي جمعتنا مع طفل متخلف زيك. ومن بعدها بيطلبوا من شيانج انه يحط قطرة من دمه على الأداة اللي معاه، وده علشان يقدروا ينتقلوا لمخزون الفراغ ويقدر انه يستدعيهم برابط الدم بعد كده. ومن بعدها بنشوف الاختين وهم في حمام القصر، كده نكون اتأكدنا ان هم خرجوا بسلام من الموت في الواد الشيطاني. وده اللي بيخلي شيانج ينتقل لبحر الروح بسرعة، وبيحس ان المهارات بتنتقل لدماغه بسرعة لا توصف، وده لان الاخت مياو نقلت احد مهارات السيف لدماغه، وشيانج بيكون مصدوم من كمية المعرفة اللي بتدخل لدماغه مرة واحدة. وده غير ان المهارة دي من المستوى التاسع، وباي واي بتحذره في الوقت ده انه يحكي لاي حد عنهم حتى لو كان هيحكي لاقرب الناس ليه. ومياو بتأكد على كلام اختها، وده لان بيتم البحث عنهم من قبل اقوى الكيانات في العالم، وشيانج بقوته الحالية هيكون عاجز عن مواجهتهم. وبتكمل كلامها وبتقول له انت بقوتنا ومعرفتنا هتكون اقوى محارب في عالم الفنون القتالية، لكن لحد اللحظة دي فلازم تسمع كلامنا بالكامل. وشياو بيقول لهم بالتأكيد انا هسمع كل كلامكم، وده لانكم اكبر مني في السن. فمياو بتتضايق من الكلام وبتقول له في المرة الجاية اللي هتجيب فيها سيرة اننا اكبر منك فاحنا هننهي حياتك قبل ما تحلم حتى باحلامك البسيطة. ولكن قبل ما يتم عقابه بسبب طولة لسانه دي، فبنلاقي ان في شخص داخل عليه وفجأة بيقول له شيانج الحمد لله انك بخير. وبنعرف ان الراجل الطيب ده هو ابو شيانج وكان بيطمن عليه عادي، لكن شيانج بيرد عليه وبيقول له بالراحة عليا يا عم
عم الحاج، ما انا مش هنجو من الواد الشيطاني واموت في الاخر بسبب اطمئنانك عليا. بس ابوه بيمسك ايده في الوقت ده وبيقول له انت عروقك الروحيه بتنبض بالطاقه، انا مش مصدق نفسي، احنا لازم نحتفل بالموضوع ده دلوقتي. وشيانج بيقول له هو كمان انا برضه مستغرب زيك، لكن من الواضح ان عشبة الالف شيطان كانت بالفعل ذات مفعول ونجحت في انقاذي، وكمان قدرت انها ترفع مستوايا. الاهم حاليا انك لازم تترشح لمنصب بطريرك الطائفة، وده السبب اللي هيخلي ابوه مبسوط وفخور بابنه جدا. وتاني يوم على طول بنشوف شيانج وهو بيتمشى باتجاه مجمع الاعشاب، وده علشان يشتري اي اعشاب يستخدمها علشان يقوي بيها روحه. بس ومع الأسف مش كل اللي بتشوفه العين تقدر محفظتك عليه. هنا طيف مياو بيكلمه بيقوله انت يا عم انت مالك حزين كده ليه؟ انت ممكن تشتري نبات الاستخلاص وتزرعه ومنه تقدر تحصد الحبة، والحبة دي اللي هي الحبة الروحية. فشيانج بيرد عليها وبيقول لها انت بالتأكيد عارفة ان العملية دي بتستغرق 3 سنوات على الأقل. فمياو بتأكد له انها تقدر تخلي الحبوب الروحية تنبت في ايام قليلة، وده اللي بيخلي شيانج يفرح وبيطلب من البائع انه يشتريها فورا. بس بيقطع فرحته دي دخول شاب عليه وبيقول له بكل استهتار اللي جاب حسالة عيلة تشين هنا، المكان ده اللي بيشتروا منه عية القوم والسادة مستحضراتهم العشبية، وشخص زيك ما يستحقش يكون في المكان ده. وبتكون في بنت معاه وبتقول له هو ده شيانج المعروف النهار العائلة اللي حكيت له عنه قبل كده. بس شيانج ما بيهتمش لكلامه اصلا وبيقول للبياع حاول تجيب المسحوق بسرعة لاني مش حابب المكان ده بسبب الروائح القذرة اللي دخلت. فالبنت بتقول للشاب اللي معاها من الواضح انه بيهمل وجودك عن عمد، وده اللي بيخلي الشاب يتعصب وبيفعل قوته الروحية باقصى حد ليها وبيبدأ في الهجوم على شيانج. لكن الكلام ده كنت تقدر تعمله مع شيانج القديم يا حبيبي، لكن شيانج الجديد قدر انه يتجنب الضربة دي بكل سهولة، وبيقول له انت ما اتغيرتش ولسه زي ما انت بتحب تتكلم اكتر ما بتتمرن. وتفادي هجومك ده كان اسهل من اللعب مع قطته الصغيره. وبسبب كلام شيانج المستفز بيهجم عليه الشاب من جديد، لكن الهجوم كان اضعف من تحريك شيانج من مكانه حتى. وهنا شيانج بيقول له بكل عظمه وثبات دلوقتي حان دوري لرد المعروف واظهار مستواي الحقيقي في القتال. في الوقت ده بتخرج كميه طاقه مهوله من شيانج، بس بيتدخل زعيم الحراس وبيقول لهم انتم ما عندكم الشجاعه في انكم تتقاتلوا هنا في حضوري. ومن الواضح ان الاطفال اصبحوا اغبى من زمان بكتير، وده جناح القائد لينجدان، ولو خايفين على حياتكم فلازم توقفوا القتال ده حالا. وده اللي بيخلي شيانج يعتذر وبيقول له ان ما كانش يقصد ازعاج الزعيم، لكن زميله زهين المتهور كان بيحاول يلعب، واكيد انت عارف ان ما بقوش يلعبوا مع الحيوانات دلوقتي. فزهين بيتضايق وبيقول له تقصد مين بالحيوانات؟ فالقائد بيرد على شيانج وبيقول له ده مش مكان للعب، ولو قررتوا اللي بتعملوه ده فصدقوني هتندموا ندم شديد جدا. وشيانج ما اكتفاش لحد هنا، انما قال لزهين لو مستعجل جدا على اثبات انك مقاتل غبي فممكن تستنى لحد التصنيف اللي جاي، ووقتها هيبان مين فينا قوي ومين بيدعي القوة. ومع ان زهين ادرك مستوى شيانج لكنه قال لنفسه حتى مع القوة اللي عنده دي فهو مش ند لقوة الفأس الذهبي، ودي القوة اللي اتدربت عليها مع نخبة العائلة. وبنشوفه هو وشيانج وهم بيتركوا المكان، والكل كان لاحظ تطور قوة شيانج المذهلة وانه اصبح مقاتل لا يقهر بالنسبة لمستواه. وده اللي خلى زعيم الحراس يقول للقائد القصر واضح ان عائلة شين انتجت موهبة فريدة من نوعها، واحنا لازم نجند الولد شيانج ده لانه اتقن التحكم في عنصر النار في السن المبكر ده. ولكن زعيم القصر على عكس المتوقع بيقول الواد ده تطوره مش طبيعي وممنوع على اي حد من القادة انه يقوم بتعليمه، على الاقل لحد ما ندرك سبب ومصدر قوته المفاجئ ده. وشيانج كان سمع كل حرف قالوه ومع ذلك ما كانش مهتم، وده لانه معاه مياو ويوي ودول هم اصل المعارف في العالم. وبالفعل لما روح لبيته بتخرج مياو وبتقول له انا اتممت زراعة النباتات اللي انت طلبتها مني. وشيانج كان مصدوم جدا من نمو الاعشاب في ساعات معدودة، في حين ان من المفترض تستغرق 3 سنوات لاجل الاظهار بس. وبيقول مع
كل الأعشاب الروحية دي فأنا قادر على استخلاص جوهر العنبر وأطور قوتي السحرية. لكن بتقطع فرحته مياو وبتقرب منه وبتقوله انت يا كتلة الغباء، يلا قوم علشان تجهز لنا الأكل اللي هنحتاجه حاليا. فشيانج بيستغرب وبيقول لها أنا اللي هجهز الأكل، هو مش المفروض إن المطبخ ده مكانكم الطبيعي؟ لكنها بتبصله بصة واحدة كانت كفيلة إنها تخليه يحضر لهم الأكل في لحظات. ومن بعدها بدأ شيانج إنه يتمرن بأقصى ما عنده، لكنه بيتفاجأ بظهور كائن غريب الشكل قدامه. ودخلت عليه مياو وقالت له انت بتتطور بسرعة كبيرة، وحاليا دخلت مستوى الحاكم المقدس، واللي قدامك ده هو طائر روح القديس القديم، فلو كنت جدير بالوصول فانت هتكسب قوة ما تحلمش بيها، ولو ما كنتش جدير فدي اخر مرة هشوفك فيها، لانك هتموت. وبتسيب مياو المكان بكل هدوء. اما شيانج ما كانش عنده اي وقت للتفكير، فهو قدام اقوى الكائنات في عالم التدريب، وبيقرر انه يبادر بالهجوم. لكن الطائر بيكون اقوى منه وطاقته تصدت لهجمات شيانج بكل سهولة. لا وبل استخدم طيور صغيرة لتشتيت انتباه شيانج، وبالفعل الطيور النارية الصغيرة دي استطاعت ايقاع شيانج بكل سهولة. وبنشوف شيانج وهو متعصب جدا، وده لانه اتغلب من مجرد عصافير من اللهيب، لكنه بيلاحظ ان النيران الخارجة من كل طائر منهم مختلفة عن النيران اللي بتخرج من اي حد تاني فيهم. وهنا بيفهم انه لازم يستخدم نيران ذات طول موجي مختلف للتعامل معاهم. ومع انه استطاع ايقاف هجمات الطيور دي، الا انه اتصدم باحد الطيور من وراه وقدر انه يصيبه من الخلف. بيقول ساعتها واضح اني استخفيت بذكاء الطيور دي، ونسيت ان هم اتعلموا كل شيء من مصدر البرية، والعشوائية بتخرج تقنيات اعظم وبتخلي الغرائز في اوج تأهبها. لكن قبل ما يكمل في انبهاره بالطيور وذكائهم، فبيلاقيهم بيطيروا في تشكيل منتظم، وده بيشكل اعصار ناري قوي يكاد ان يفتك بشيانج، لكنه تحمل على نفسه وده لحد ما قدر يوصل لاضعف الطيور ويهاجمه بقوة مباشرة. لكن الصدمة ان اللي اتصاب هو شيانج ووقع، وده لانه هاجم اقوى الطيور الصغيرة مش اضعافهم، فالطيور تبادلوا الاماكن في غفلة منه، وده اللي خلى شيانج احس بالاهانة. فكيف لمجموعة من اضعف الطيور ان تكون قادرة على العبث معه بهذه الطريقة؟ وبيكمل القتال، إلا إن بيأتي ميعاد معركة التصنيف الخاصة بالعشيرة، وكان الكل مستغربين إزاي شيانج الطفل البكاء اللي عاجز إنه يستخدم قوته الروحية هيقاتل للحصول على مكان وسط الزعماء، وده غير إن ما عندوش أي طاقة تنفعه للقتال. بس طالما هو بالضعف ده، ليه القائد حذر على أي من المعلمين المعتبرين إن هم يدربوه؟ وقبل ما يكملوا في تساؤلاتهم ونكاتهم دي، فبيجي شيانج وبيقول انا جيت قبل ميعادي علشان عاوز احفظ المكان اللي هسحق فيه زهين امام اعين الجميع. وده اللي بيستفز ابو زهين، وبيطلع الحلبة وبيقول كلامك كبير على طفل في قوتك الغير موجودة حاليا، وطالما انك بتبحث عن الموت فانا هحقق لك حلمك ده حالا. لكن ابو شيانج هو كمان بيتدخل، والموضوع بيسخن على الاخر. لو ابني انتصر عليك فهو مؤهل انه يدخل القتال القادم مع ابناء الزعماء، انما لو خسر فانا هنسحب من ترشحي لمنصب بطريرك الطائفة. وبيتكلم مع نفسه في الوقت ده وبيقول مع اني مش عارف ابني جايب كل الثقة اللي بيتكلم بيها دي منين، لكني اعرف ابني كويس، وهو عمره ما بيحمل نفسه فوق طاقته وما بيقولش اللي ما بيقدرش يعمله. وابو زهين بيقول لشيانج خلينا نبدأ الاختبار وما نضيعش وقت، علشان الشيء اللي هيضيع دلوقتي هيكون كرامتك. لكن شيانج بيفاجئ الجميع بمقدار طاقة كبيرة جدا من اللهيب الصافي، وبيقول لنفسه انا احتملت التدريب واهانة 3 طيور ليا لحد ما استطعت ان اوصل لمستوى كبير من اتقان اللهيب، وخليت غرائزي اقوى، واعتقد انها اكتر من كفاية لتهشيم عظام المقاتل المغرور ده. وبتكون مياو ويوي بيشاهدوا القتال من مكانهم، وبيقولوا مستوى الواد ده اصبح ملفت للانتباه بالنسبة لجسده الفاني. وكمان شيانج كان قادر على استعمال قوته في صقل حبوب جوهر العنبر امام اعين الجميع، وده المقاتل اللي استخف بيه غير قادر على الكلام او حتى الرد والدفاع عن نفسه وتشكيكه في قدرات شيانج. اما شيانج اداله الحبة اللي صقلها وقال له تقدر تعتبر الحبة دي هدية مني ليك،
ده طبعا وسط انبهار الجميع من قدرات شيانج، وانه قدر يثقل حبة من مستوى مرتفع دون اي ارشادات من اي معلم، وده اللي بيخلي زهين يخرج عن صمته ويهجم على شيان بكل قوته باستخدام فأس القاطع الذهبي. ومع ان الفأس ده مستوى اعلى من مستوى المتدربين ومن المفترض عدم استخدامه، لكن زهين بيقول انا متأكد انك استخدمت خدعة لابهار الجميع واقناعهم بموهبتك الغير موجودة، لكني هنا علشان اقضي على طموحك واقتل احلامك قبل ما تخرج للنور. ومع ان والده كان معترض على استخدام سلاح اكبر من مستوى المقاتلين، لكن ابو زهين بيقول له ابنك يقدر يستخدم اي سلاح وانا بالتأكيد مش همنع كده. وزهين كان بيهاجم شيانج بدون توقف لدرجة انه خلاه ينزف، وشيانج بيتكلم في الوقت ده وبيقول من الواضح ان الوصول ليه حاجة مستحيلة ومن الصعب ايجاد ثغرة في دفاعه. وهنا مياو بتظهر له من جديد وبتخليه يدخل في حالة تأمل وبتقول له انت قدرت تتعامل مع طيور الجحيم الثلاثة، وجاي دلوقتي تقول انك غير قادر على التعامل مع مقاتل مغرور زي ده. افتكر انت ازاي قدرت تتعامل مع ردود افعال الطيور، وبالتأكيد المقاتل عديم القيمة ده مش هيكون اقوى منهم، وده حتى لو معاه سلاح اسطوري. وخليك فاكر المحارب اللي بيستخدم السلاح مش العكس. لكن شيانج فتح عينه في الوقت المناسب وخرج منه هال التنين، وبمجرد صوت التنين ده قدر انه يبعد زهين من المكان. وكل المتواجدين مصدومين ازاي طفل زي شيانج استطاع تجسيد اعقد تشكيلة لاي مقاتل في هذا السن المبكر. اما زهين كان مصدوم ومش عارف ازاي احس بالخوف من التجسيد الخاص بشيانج. والصدمة الاكبر ان لما قرر اعادة الهجوم لقى ان شيانج اختفى من مكانه، وقبل ما يستوعب اي شيء فبنشوف شيانج وهو بيوجه له ضربة قوية جدا قدر بيها انه يفقده الوعي، وده اللي خلى ابو زهين مرعوب جدا على ابنه وبيحاول الاطمئنان عليه. وساعتها بيقول لشيانج انت بالتأكيد استخدمت حيلة للفوز، لكن شيانج بيرد عليه بكل استهزاء وثقة وبيقول له انه مش محتاج لاي حيل علشان يفوز على مجرد مقاتل مبتدئ زي ابنه. لكن بيقطع كلامهم دخول احد مبعوث القصر الامبراطوري وبيقول لشيانج انت لازم هتفسخ خطوبتك من اميرة عائلة ياو، وبيرمي سكينة على الارض قدام شيانج، وده لانها هتتخطب لسيد الشاب وبالتأكيد هو يستحقها اكتر منك. فساعتها شيانج بيقول له انا مستعد اتنافس مع سيدك في تصنيع الادوية الكيميائية او في القتال المباشر، ولو خسرت في اي منهم فانا هفسخ الخطوبة. ابو زهين بيقول له اسمع يا شيانج انت ممكن تكون اذيت ابني الا انك هتموت بكل تأكيد. فكرة انك تحارب سيد عائلة يو دي حاجة صعبة جدا، وكل الحضور بيقولوا له سيد عائلة يو ده من اقوى وافضل المقاتلين، ومعروف انه العبقري اللي ملوش اي منافس. ومن الواضح غرور شيانج وانتصاره على زهين عماه عن حقيقة قوته المحدودة امام عبقري هذا الجيل. بس المندوب ده بيبتسم وبيقول له انا قبلت بتحديك، لكن وقت بدء المعركة فلا انسحاب ولا طريقة للاعتذار او اختلاق الاعذار. وقبل ما بيمشي فبنشوف شيانج وهو بيرفع السكينة الخاصة بالمندوب من الارض وبيرميها ناحيته. السكين اصابت وجه المندوب وخليته يحس بالرعب، وده لان السكين لو اخطأ المسار لكان انهى حياته. ففي اللحظة دي بيهاجم شيانج بدون سابق انذار، ومع ان شيانج تصدى للهجوم الا ان المندوب قرر هجمته عليه تاني، بس اتدخل ابو شيانج وقدر يبعد المندوب وبتطلع منه طاقة مرعبة وبيقول غير مسموح لخدام عائلة يو انهم يتجاوزوا حدودهم على ارض عائلة تشين، والا فالثمن هيكون حياتك ومن بعدها إبادة طائفتك بالكامل. وهنا بيدرك المندوب فرق القوة وبيقرر الانسحاب من المكان للحفاظ على حياته. وبنشوف ابو شيانج وهو بيقول بما ان ابني فاز في القتال واضح ان احنا مقدمين على حرب بين العائلات، فاتمنى منكم انكم تنسوا اي خلافات، لان فوز ابني هيكون فوز للعائلة كلها، ولو خسر بالتأكيد هيتم التقليل من قيمته امام الجميع، واحنا هندخل قتال لاثبات مين يستحق قيادة العائلة. وانا متأكد ان ايا كان الفائز فاكيد هيساعد شيانج ويسنده في المعركة اللي هيدخلها. ومع انهم كانوا غير مقتنعين بالكلام اللي قاله ابو شيانج لكنهم وافقوا على الكلام. اما شيانج فراح علشان يكمل في تدريبه تحت مياه الشلالات، وده علشان يزود قوة التحمل الروحية الخاصة بيه. وفي نفس الوقت ده كانت معركة تحديد قائد العائلة بدأت، وبنشوف ابو شيانج وهو بيخرج منه
طاقة مبهرة في أنحاء المكان كله، لكن أبو زهين بتخرج منه طاقة بتتشكل على هيئة ذئب، وكانت مكافأة للطاقة اللي خارجة من أبو شيانج. ولما بيحصل تصادم ما بينهم بنشوف إن الغالبية كانت لصالح أبو شيانج، وإن قدر باستخدام الطاقة بتاعته إنه يتغلب عليه. بس كالمعتاد فلا شرف عند الأشرار، ومع إنهم من نفس العائلة إلا إن المقاتل باي ياو اعتلى الحلبة وقال المعركة دي معركة مستمرة، ومن يكمل للنهاية فهو الفائز. وكان أبو شيانج مصاب بإصابة بالغة جدا، بس بيظهر شيانج وبيطلب من المعالجين إن هم ياخدوا أبوه للعلاج في القصر، وبيعلن إنه هيكمل في القتال باسم والده لانتزاع حكم الطائفة. وبالفعل بدأت المعركة وشيانج بيستجمع قوته وبيهجم على باي بهجوم ساحق بقدر لا يستهان به من الطاقة، إلا إن الصدمة إن ظهر درع جليدي قدر يحمي باي من الإصابة، وبيظهر باي بهيئة شيطان الجليد. وبنلاقيه بيقول لشيانج مع إني لم أتوقع إن طفل زيك هيضطرني إن أظهر بالهيئة الوحشية بتاعتي، بس ده كفيل إنك تشعر بالفخر دلوقتي، وأنصحك إنك ما تقاومش وأنا بنتزع حياتك من داخل جسمك أمام الجميع. وكان من الواضح تفوق باي أثناء المعركة، لكن الصدمة اللي خلت الكل مندهش ان شيانج استطاع تفادي كل الهجمات، وده بفضل طاقة الين المتمثلة في السيدة مياو، واللي بتقول له انت قادر على انهاء المعركة دي، وكل اللي عليك هو مهاجمته بدرجات متعددة من درجات النار، وده هيكون كفيل باضعاف درعه الجليدي. وبالفعل شيانج بيتمركز في المكان المطلوب وبيكون بيتلقى الهجمات في انتظار اللحظة المناسبة للهجوم. ولما جت اللحظة الحاسمة فبنشوفه وهو بيهاجم بمجموعة من النيران ذات الطابع المختلف، وقدر بالفعل انه يخترق بيها درع باي وارضه سريعا امام اعين الجميع، والكل كان منصدم من مقدار الطاقة وكيفية توظيف قوة شيانج. وهنا حكم الحلبة اعلن فوز شيانج بمعركة التصنيف، والكل اصبح بيهتف باسم شيانج، فكم هي غريبة تلك الحياة ومن يعيشون فيها، فهم اول من يضحكون عليك ان خسرت، ولكنهم اول من يصفقون لك عند النجاح. وقبل ما بيفرح شيانج بهتافات الناس وبفرحة ابوه بانتصاره، فابن الاب فقد الوعي وبيقع على ارض الحلبة، واول لما بيفوق بيلاقي نفسه ملفوف بالضمادات على السرير وغير قادر على الحركة تماما. ومياو يوي بيعالجوه بيقولوا له انت متهور جدا وتسرعك كاد ان يودي بحياتك، وانك تتعرض للهجمات بشكل مباشر ده غباء منك، لكنك في النهاية استطعت النجاة. وعموما احنا استخدمنا على جراحك اعشاب هتسرع من شفائك بشكل كبير، وده اللي بيحصل فعلا. بنشوف شيانج بعد ما قدر يستعيد عافيته وبيتمرن مع مياو يوي في غابة جبل العائلة، واثناء تمرينه على تعلم مهارات التحكم في الطيران والنيران، فابن الاو هو طاير بيلاحظ ان في مجموعة من قطاع الطرق بيحاصروا طفل وحيد، وقبل ما قائد شوية الحسالة دول يصيب الطفل بالفأس اللي معاه فكان شيانج اسرع منه بكتير واستطاع الاطاحة به بين كل اتباعه. وقائدهم بيتكلم معاهم في الوقت ده وبيقول انتوا مستنيين ايه؟ اقضوا عليه لكني محتاجه حي، وده علشان انتقم للسن المكسور، وساعتها انا هقتلع جميع اسنانه امام اعين الجميع. ومن الواضح ان الفرق العددي كان معاهم، لكن الحظ ما كانش ليه نفس الكلام، وده اللي خلى شيانج قدر يتغلب عليهم بسهولة. ولما احسوا انهم محاصرين فابن لهم وهم بيلوزوا بالفرار من المكان، والتلميذين بيشكروا شيانج على مساعدته ليهم. وعلى غير المتوقع فبنشوف امير عائلة ياو ظهر فجأة وبيتحدى شيانج، لكن شيانج كان متنمر من الدرجة الاولى وقدر يخليه يخرج عن شعوره. وبيقول شيانج لنفسه انا كان بيتم التنمر عليا من الجميع لفترات طويلة، والفايدة الوحيدة من الموضوع ده اني اكتسبت قدرة على احتمال الردود والكلام المسيء، وكمان بقيت خبير في كيفية الاستفزاز، ومع القوة الكافية اللي تخليني قادر على القتال وحماية نفسي فانا لا استطيع ان اذيقهم مما عشت فيه لسنين طويلة. وبعد ما وصل امير عائلة باي لحده من الاحتمال بنشوفه هو بيهجم على شيانج، لكن شيانج كان قادر على تفادي الهجوم ده بكل اريحية، لكن زعيم عائلة ياو بيتدخل في القتال، وده اللي خلى التلميذين يحسوا بالاعجاب بشيانج وقرروا ان هم يتخذوه كمعلم ليهم، وده بدل ما كانوا رايحين لطائفة ياو للتدريب. لكن شيانج قبل ما يتركهم ويمشي فابن الاب يدمر حجرتهم الخشبية المتنقلة، وده علشان يعرفوا عواقب افعالهم في المستقبل. وبعدها يقرر انه يروح للبيت وبيؤمر التلميذين ان هم يتدربوا في البحة لحد ما ينهي تدريبه الخاص بالداخل. ولما ابنه
وبندخل بنشوف مياو وهي بتقول له انت ممكن تواجه اعداء اقوى من الحمقى اللي انت اتعودت تواجههم، وتحسبا لذلك فانت لازم ترفع من مستواك. فعلى طول شيانج دخل لبحره الروحي من جديد وبدأ التدريب امام عنقاء اللهيب، ولكن المرة دي هيواجهها بنفسه وليست مجرد طيور صغيرة. وبنشوف مياو وهي بتقول له المستوى التاني القتالي اعلى من ادراك جسدك المحدود، وانا حاسة انك بتحمل جسدك اكتر من طاقته، وكمان حاسة بالخوف عليك. لكن شيانج بيطمنها انه مصر على الاكمال. وهنا الصدمة الكبيرة، مياو بتقول له طالما انت مصمم فحب اعرفك ان عدوك الحقيقي هو الجبل اللي قدامك، ولازم تقدر تحطم الجبل ده بالكامل. لكن اول لما بيحاول ضرب الجبل بنشوف ان جسد شيانج بيتصاب بنيران كثيفة، لكنه استطاع النجاة. واثناء ما كان بيحاول تبريد جسمه بالمياه فبنلاقي مياو بتقول له انت متسرع كالعادة، وواضح انك مش هتتعلم ابدا. انا لما قلت لك ان مهمتك هي تحطيم الجبل كنت هكمل واقول لك ان الجبل ده هو مأوى عش العنقاء، وهو مصدر النيران النقية، وعلشان كده نصحتك ما تتعجلش، وده لان الطريقة الوحيدة هي انك تمتص كل نيران الجبل، وده طبعا هيكون داخل جسدك الفاني. ومع ان مياو كانت هتخرج من المكان الا ان شانج قفز من مكانه تجاه الجبل بمساعدة يوي، واللي حذرته من مخاطرته ودخول بركان العنقاء، وده لان نيرانه لا يمكن التحكم فيها مهما حصل، وحتى لو اديته طاقتها فطاقة الظلام لا تحمي من نيران العنقاء، وفي الداخل هم مش هيكونوا قادرين على ارجاعه لو اخد خطوة الدخول. لكن شانج ما كانش عنده اي وقت للتفهم او فهم ما تقول، وده لانه بيحب خطيبته وممكن يخاطر علشانها بحياته، وبيقفز لداخل جبل النيران وهناك تغمره حمم اللهيب المستعرة، وبيصرخ صرخات الألم وانه حرفيا غير قادر على تحمل الألم ده. فهذا هو ثمن الحب، وها نحن ذا نرى ضحية أخرى من ضحايا الحب يتألم وجسده يتفحم ولا يستطيع الشكوى. ومن الواضح أن شيانج قفز لفوهة الموت المحقق بكامل إرادته، ونشوفه هو جسده بيتفحم بل ويصاب بعديد من الشروخ من كثرة النيران، لكنه بيقول على الأقل ما استسلمتش ووفيت بوعدي وفضلت أحاول لحد ما أموت. وهنا طاقة روحه بدأت تتلاشى شيئا فشيئا، والسيدة مياو بتكون مستغربة من تصرف شيانج جدا، لكنها بتتفاجئ ان شيانج قدر يمتص النيران الخاصة بالجبل كلها، وبتفاجئها اكتر اختها وبتعرفها انه كمان خرج سليم. وبالفعل بيخرج شيانج من وسط الحمم البركانية وهو يصارع اثار الحروق. فساعتها السيدة مياو بتقول له انا عايز اعترف لك المرة دي كمان ان انت تخطيت توقعاتي وقدرت انك تفضل جوه الحمم البركانية لمدة 7 أيام، وكمان قدرت على استيعاب كل الحمم البركانية اللي موجودة. فبيرد عليها شانج في الوقت ده وبيقول لها أنا مش هقدر أستسلم بسهولة. لكن السيدة مياو بتفكر في الوقت ده وبتقول خطوط الطول الخاصة بالطفل ده وجسمه اتعرض لأضرار بالغة، ولحد دلوقتي أنا مضمنش إنه هو يفضل عايش. بيطلع شيانج من الجبل وبيكون جسمه كله متفحم ومش مصدق اللي بيحصل، بيضرب ايده في الجبل بيوقعه كله على الارض. وعند البيت بنشوف ابو شيانج ومعاه الامير ياو، بيسالوا الامير ياو عن مكان شيانج، بيقول له والد شيانج انه مش عارف مكانه بالظبط، وكل اللي يعرفه انه من فتره قال له ان هو عايز يروح لمكان منعزل ويتمرن فيه لوحده وكده. فبيضحك الامير ياو بسخريه وبيقول له انه كان متوقع ده من شيانج، وانه اكيد بيهرب من التحدي وده العادي بتاع عيلتهم. بنشوف الناس وهي متجمعه ومستنيه التحدي، والكل بيتريق على شيانج وبينشروا الخبر انه هرب من التحدي في كل حته. وكان واضح من البدايه الفرق الكبير ما بينه وما بين الامير ياو ده. كفايه ان الامير ياو كان بيدرس الكيمياء من وهو صغير، لكن شيانج ولا اي حاجه جنبه. والكل بيتصدم لما بيجي شيانج من وراهم فجاه وهو بيضحك وبيقول مش كل الكيميائيين كويسين يعني، ودراسه الامير ياو للكيمياء دي مش موهبه ولا حاجه، والموهبه الحقيقيه دلوقتي هتظهر قدام الكل في المعركه. بيفرح ابو شيانج جدا اول لما بيشوفه، اما الامير ياو بيضحك بسخريه وبيقول اخيرا جيت، ده احنا قلنا انك هربت كالعاده. بينط شيانج وبيقف قصاده وبيقول له حقك ما تصدقش، ما انت ما تعرفش انا عملت ايه علشان اوصل لحد هنا، بس كل ده مش مهم دلوقتي، الكل هيعرف مين اللي عنده الموهبه الحقيقيه. وبيقول شيانج لنفسه انه لولا الاخت مياو والاخت باي عمره ما كان هيلحق يوصل دلوقتي، ولا حتى كان وصل للي هو فيه دلوقتي ده. وبنرجع فلاش باك لشيانج لما طلع من البرج، وقع ساعتها اغمى عليه واخد
خدته الاميره مياو وشالته على كتفها وفضلت تجري بيه هي والاميره باي. وسمع الاميره مياو وهي بتقول ان شيانج ده على طول متسرع وكمان تقيل شويه. بيقاوم شيانج الوجع وبيتكلم معاهم، وبتستغرب الاميره مياو ان هو لسه فايق، وبتعرفه ان هو حالته صعبه خالص، وبتطلب منه الاميره باي انه ما يحركش رقبته خالص لان جسمه والخطوط المحليه مش قادرين يتحملوا النار الشديده، ودي النار اللي اتعرض لها جوه البركان، وخطوط الطول حاليا مش مستقره عنده وقوته محظوره. فبيتضايق شيانج وبيقول لها انه لازم يروح التحدي حتى لو هيموت، وبتعرفه الاميره باي انه مش هيقدر يقف على رجله حتى لو شغل قوته بالعافيه، وحتى لو عمل كده فخطوط الطول بتاعته هتنفجر وهيموت، وكل ده بسبب النار اللي بتحميه من الرياح، وده لان فيها طاقه جديده، وعلشان يستخدمها محتاج انه يستخدم القوى المعاكسه، وانه يستعمل الضخ المستمر لجسمه علشان يقدر يصد كل ده. وبتعرفه الاميره باي ان هو محظوظ في العالم المناهض للعسكريه، بس شيانج مش بيهتم، وبيقول لها ان كده كده كلنا هنموت. فبتقول له الاميره باي ان برج الوحوش والجنيه فعلا حقيقيين، وفي هناك نوع من الطاقه لو شيانج اتعرض لها ممكن يساعده في علاج جسمه، وكمان ترجع الاورده بتاعته زي ما كانت، وانها كانت ناسيه الحل ده واختها الكبيره هي اللي فكرتها. بتتحمس الاميره مياو جدا وبتقول لاختها ان هم هياخدوه يعالجوه لمده 3 ايام، وفعلا بياخدوه ينقعوه في الميه لمده 3 ايام كاملين. وبنرجع في الوقت الحالي وبيقول شيانج لنفسه انا قعدت 3 ايام ينقعوني في بركه الميه لحد ما اتحسنت قوتي وكمان زادت عن الاول بكتير. وبيقف شيانج قصاد الامير ياو وبيطلع حبوب من معاه وبيعرفه ان دي الالفيه بتاعت سنو لوتس، وبيقول له لو فاز فهو هيديهم له. فبيرد واحد من اللي تبع الامير ياو وبيقدم حبوب عمرها 1000 سنه وفاكهه ال1000 وين، وبيقول له ان هم واثقين من الفوز علشان كده هيدخلوا المنافسه باغلى مكونات معاهم. فبيبص شيانج عليهم وبيقول ان هم ممتازين وانه اخره يتفرج عليهم بس. وبيتكلم الحكيم وبيقول ان الافران الكيميائيه للطرفين اتفحصت ومسابقه الكيمياء هتبدا رسمي. وبنشوف الامير ياو وهو بيضحك وبيقول لشيانج اتفرج عليا وانا بدوس على الحبوب بتاعتك. فبيضحك شيانج هو كمان وبيفعل قوته قصاد قوه الامير وبيقول اشتغل الاول قبل ما تتكلم وخلاص. وبتتقابل القوتين قصاد بعض وبيبدا التحدي. كل الناس بتتفرج وواحد بيقول لصاحبه ما تنامش دلوقتي نتفرج على العبقريه بتاعه الامير ياو الاول. وبيفعل قوته وهو بيضحك وبيقول انه اصدر 5 حبات لنجوين من اللي هو عملهم، وبيطلع ال5 حبات قصادهم وبياخدهم الحكم وبيبص فيهم وبيقول ان حبة لنجوين هي اللي مطلوبة اكتر حاجة من الناحية الفنية من ما بين الحبوب كلها، وان كان واضح من البداية ان شيانج ابن عائلة تشين هيخسر. بيبتدي شيانج يفعل قوته هو كمان علشان يطلع الحبوب بتاعته، وبيقول ان البيت بتاعه هنا شكله هيتأجر قريب. فبيضحك الامير ياو وبيعرفه انه بطيء جدا ولو كان مكانه ما كانش هيقعد يهزر ويتكلم كده. فبيضحك شيانج وبيقول له يستنى لغاية ما يشوف بنفسه اللي هيحصل في الاخر. وبيخلص شيانج وبيطلع الحبوب اللي عملها وبيقول ان دي 3 حبوب لتنظيف النخاع. الكل بيتصدم وخصوصا الامير ياو وهو وابو شيانج، وبيسأل ابوه ازاي قدر يطلع حبوب امتصاص النخاع، وبياخدها الحكم وبيبص فيها وبينبهر وبيقول بصوت عالي ان دي فعلا حبوب قادرة انها تمتص النخاع من الجسم وانها فوق مستوى البشر اساسا. فبيتكلم الامير ياو في الوقت ده وبيقول له انت ازاي قدرت تعمل كده وانت لسه عيل عندك 16 سنة. بيكون ابو شيانج ماسك 2 ضاربهم ومعلقهم وعمالين يصرخوا ويعيطوا وبيطلبوا منه ان هو يسيبهم يرجعوا لعيلتهم ومش هيضايقوه تاني ابدا. وبيقول الحكم لابو شيانج ان فعلا دي حبة تنظيف النخاع وانه ما كانش متوقع ان شيانج عنده كل القوة دي. فبيضحك ابو شيانج وبيكون عايز مكافأة كبيرة لابنه، وبيتعصب الامير ياو جدا وبيقول للشيانج انه اكيد غش في حاجة وده مستحيل يكون مجهوده الشخصي. فبيضحك شيانج وبيطلب منه انه يعترف بهزيمته بقى. فبيتضايق الامير وبيبص للراجل اللي معاه اللي بيقول له ياخد اجراء والصيدلي كده كده هيدعمه. فبيروح الامير ياو للراجل اللي تبعه اللي ماسك الحبوب وبيقول الراجل ده ان دي حبوب الالفيه المتوحشه المدعوه، والصيادله فاكهه ال1000 وين مش هيتخلفوا عن سداد ديونهم كالعاده. بيضحك الامير ياو وبيفعل بسرعه قوته على الحبوب دي وبيهجم على الاميره شيا اللي هي المفروض خطيبه شيانج، وبيكون عايز يضربها بقوته وبيستخدم مهاره الاستنساخ بتاعه عيلته وبيعمل كذا نسخه منه، وبيحصر الاميره وبيقول لها انه هينتقم من شيانج بيها هي. لكن شيانج بيتدخل بسرعه وبيوقف قوه الامير ياو بمنتهى السهوله وبيلف السيف بتاعه اللي كان ماسكه وبيضربه بيه في ظهره. وكل ده حصل في لمح البصر. بيقع الامير ياو على الارض وبيفضل يصرخ من الالم وبيسال شيانج هو ازاي قدر يعرف النسخه الحقيقيه منه. فبيعرفوا شيانج ان ده بسبب مهاره عيلته واللي هي لمحه المجد العسكري. بيهجم شيانج على الامير ياو في الوقت ده وبيقول له انه حتى مش عارف يستخدم مهاره
عيلته واستخدمها غلط، وكانت كلها ثغرات، علشان كده هو قدر يهزمه بسهولة وقدر يحدد النسخة الحقيقية منه. بيحط شيانج ايده على دماغ الاميريا وبيفضل يضغط عليها، وبيفضل الامير يصرخ وبيطلب منه يسيبه يمشي، وبيرفعه شيانج لفوق وبيعرفه ان المرة اللي جاية دي هيقطع راسه، وبيقوم راميلي بعيد عنه. بيقع الامير يقع على الارض وبيقعد ينزف، وبيجي والد الامير وبيعرفه انه حذره قبل كده وانه عايز ياخد حق ابنه. فبيضحك شيانج وبيعرفه انه بيته بيتعرض لهجوم، وانه اكيد مش هيستنى لما بيته يضيع لانه محتاج بيت. فبيعرفه ابو الامير انه هيعلمه درس عمره ما هينساه. بنروح في الوقت ده عند ابو زهين اللي بيكون واقف ومتضايق، هو بيقول ان ازاي عيل صغير زي ده محدش قدر يتغلب عليه، وبيتخانق مع ابنه علشان يروح يجيب له حقه. فبيعرفه زهين انه كان هيتقتل هو واخوه برضه في نفس الوقت. فبيعرف ابوه ان الحملة الانتخابية لقائد الفرق خلصت، ودلوقتي شيانج هو امل عيلة تشين. فبيطلب منه ابو شيانج ان هو ما يستعجلش ويقف يراقب الموقف بس. وبتيجي بنت من وراهم اسمها شيا نيكا سان، وبتطلب من ابوها انه ما يقلقش، وبتعرفه ان شيانج ده سهل يتهزم. وبنرجع لشيانج اللي بيكون ابو الامير هجم عليه لكنه تفادى بسهولة، وبيستغرب شيانج ان الراجل ده عظم جسمه مرن جدا وانه لازم يتعامل معاه قبل ما طاقة جسمه تخلص. وبيقع شيانج على الارض فجأة وبيحس بالألم. هو بيقول ابو الامير لنفسه الواد ده مش محظوظ علشان اتصاب من الامير واكيد هيحصل له مشاكل في المستقبل. وبيستغل ابو الامير الفرصة وبيهجم على شيانج وبيوجه كل قوته عليه، وبيقول لشيانج المرة دي مستحيل تهرب مني. وبيحاول شيانج يصد قوته، وبيكون ابو زهين واقف متضايق وعايز يوقف شيانج علشان ما يجرالوش حاجة. فبتتكلم البنت اللي كانت واقفة وبتعرفه ان اكيد العم شين اخد باله ان الطرف التاني مستواه قليل. وبيقول الامير لشيانج ان ابوه اتصاب قبل كده زمان ودلوقتي هو بيصيبه بس الاصابات مختلفة، وبعد ما يدمر خطوط الطول بتاعته هيتأثر وهيرجع ملوش اي لازمة تاني زي الاول. فبيضحك شيانج وبيطلب منه يبص على مكان الاصابة، وبيبص ابو الامير وبيتفاجئ انها كدمات وبس. فبيرفعه شيانج فجأة لفوق وبيطلب منه ابو الامير انه ينزل ويسيبه يمشي. فبيعرفه شيانج ان هو وجه له ضربة وانه ناوي يردها له 100 مرة، وبيوقعه شيانج على الارض وبيفضل يضرب فيه لغاية ما وشه بيورم. وبتيجي شيا نيكا سان وبتطلب من شيانج انه يقف، وبتدي لابو الامير حبة تساعده على انه يخف بسرعة. بيشكرها ابو الامير وبتعرفه ان هي مش عايزة حد يموت، وبتدي له حبوب وبتعرفه ان الحبوب دي هتخليه يسترجع بتاع 60% من قوته في لحظتها. وبتضحك شيا نيكا سان وبتقول لشيانج انه لما يفوق هيتقاتل معاه تاني. فبيتفاجئ ابو الامير وبيقرب منه شيانج وبيضحك وبيفضل يضرب فيه تاني. وبتيجي الاسعاف وبتشيل ابو الامير من تحت ايد شيانج، وبيفضل ابو الامير يبرطم وبيقول ان هو مش هيسيب عيلة شين في حالها ومش هيخليهم يوصلوا او يشتروا اي حاجة بعد كده. وبتيجي شيا نيكا سان وبتاخد شيانج علشان تديله حبوب تخليه يتعافى هو كمان. وبيكونوا جوه القصر وبيتكلم شيانج معاها وبيسألها كانت عايزة توريله ايه. فجأة بتفتح الباب وبتدخل بنت وبيكون في ضوء شديد جدا متوهج ناحية شيانج. بيتفاجئ شيانج من قوتها وبيقول لنفسه واضح ان البنت دي قوية جدا وانا لازم ابعد عنها. وبتقول البنت لشيانج انه بقى تحت سيطرتها وانها المرأة زادت 9 اضعاف واي حد يشوفها لازم يبعد عنها فورا، واللي بيقاوم اعضائه الداخلية بتتدمر. بيحاول شيانج يقاوم القوة بتاعتها وبيقول لنفسه ده اعلى من المستوى التاسع وانا بقوتي دي مش هقدر اقف قدامها حتى. فبتزود البنت قوتها وبتسأله هتبعد من المكان ده خالص ولا تموت بكرامتك. فبيجادل شيانج معاها وبيقول لها انه وقف في منطقته وان هي اللي جت عليه. فبتحاول شيا نيكا سان تتكلم لكن البنت بتوقفها بقوتها وبتطلب منها تسكت. وبيحاول شيانج يفعل الين واليانج بتاعه وبيوجه كل قوته على البنت دي. فبتروح الإضاءة القوية فجأة وبتختفي قوة البنت لكنها بتضربه قبل ما توقف قوتها. وبتجري شيا نيكا سان على شيانج وبتقول له البنت انه جاهز دلوقتي للمهمة الجديدة. فبيعرفها شيانج انه هو خبير في الفنون القتالية. فبتعرفه البنت ان امكانياته مميزة وذكي واحسن من اللي اسمه ياو ده. وبيقوم شيانج وبتمشي البنت هي وشيا نيكا سان، وبعد شوية بيروح لهم شيانج وبيكون معاه شاي. وبتقول له شيا نيكا سان لشيانج انها كانت عارفة باختبار البنت دي ليه بس ما كانش ينفع تقول له علشان يقدر يعدي من الاختبار. وبتبلغه ان نجح وهو حاليا عدى تجربة القبول في قبيلة وودانج وانه السيد هنا دلوقتي. فبيقول شيانج لنفسه ان الناس اللي في القبيلة دي غريبة جدا وكلهم من المستوى الخامس للمستوى التاسع. بيبص شيانج للبنت وبيسألها هو فعلا اللي مستواهم اقل من المستوى التاسع يتأثروا بقوتها لو فضلوا واقفين. فبتعرفوا البنت ان ده حقيقي وان شيا نيكا سان في المستوى التاسع وبسبب موهبتها لو
فضلت وراها لمدة نص سنة هتقدر تخترق عالم الدفاع عن النفس الحقيقي. فبيتفاجئ شيانج وبيبص لشيا نيكاسان وبيعرفها انه ما كانش متوقع انها توصل لمستوى الصيد الخارق. فبتقول له شيا نيكاسان ان هي عاوزة تكون بطلة، وبيبص شيانج للبنت وبيطلب منها تخلي بالها من شيا نيكاسان وكمان تهتم بيها. فبتعرفه البنت انه يقدر يكون زيها لانه ذكي، ولو اهتم انه يحسن من طاقته شوية كمان هيكون احسن بكتير، وانه لو وصل للمستوى التاسع يقدر يقابلها تاني. فبتفرح شيا نيكاسان وبتعرفه انها كانت قلقانة عليه، لكن شكل البنت وافقت عليه خلاص. وبتقوم البنت وبتعرفه انه ما ينفعش تفضل في العالم ده كتير، ولما هو يوصل للمستوى التاسع يبقى يجيلها هي وشيا نيكاسان. وبتفتح البنت بوابة لعالم تاني وبتودع شيا شيانج وبيطمنها انه هيجيلها قريب. وبتمشي شيا وبيقول شيانج لنفسه انه ما كانش عارف ان الفجوة بينهم كبيرة قوي كده. وبيروح شيانج يقعد مع ابوه وبيشوف قدامه ورق كتير، وبيسأل شيانج ابوه اذا كانت دي كل املاك عائلة تشين. فبيعرف ابوه ان بعد كلام عائلة ياو فهم قطعوا مصدر الموارد الطبية بتاع كل فرد في عائلتهم، ومن غيرها كده عائلة تشين مش هتقدر تترقى ولا تزيد مستوى واحد. فبيجي رئيس القصر فجأة وبيقول له انهم لسه عندهم 2 كيميائيين في العيلة. فبيتفاجئ شيانج من وجوده وبيسأله انت بتعمل ايه هنا؟ فبيعرفه الرئيس انه من اسلاف القدماء ولازم يحترمه. فبيضحك شيانج وبيسأله اذا كان جاي يهزر معاهم. فبيطلب الرئيس من تشين انه يأدب ابنه. بيقوم شين يضرب شيانج لغاية ما شيانج بيقدم اعتذاره على كلامه. وبيقعد الرئيس وبيقول للشيانج ان هو وجده قابلتهم مشاكل علشان منصب البطريرك زمان، وكانوا بيتنافسوا في الاخر هو ساب عيلة تشين وقرر يتخلى عنهم. فبيعرفوا شيانج انه منع الكيميائيين يعلموه، وشكله لسه كاره عيلة تشين. بينكر الرئيس وبيقول له ان دي مش حقيقة، وخصوصا ان هو موهبة كبيرة من ما بين الاجيال دي، والمرة دي عيلة ياو بتتنمر جامد على الكل ولازم حد يوقفهم عند حدهم. وبيعرفهم انه رايح مدينة ووهو علشان يفتح الجناح الكيميائي. فبيعرفوا شين ان في قوات هناك، ولو فتح متجر في المنطقة دي هو والشانج هتقابلهم صعوبات كتير. بيعرفوا الرئيس ان عنده شعبية كبيرة ككيميائي في المملكة العسكرية الجنوبية. وبيبص للشانج وبيعرفه انه هيروح المدينة يظبط شوية حاجات وهو هيحصله بعد ما يتعافى، واكيد بقوتهم المشتركة هيقدروا يعملوا مؤسسة تفيد العيلة. وفعلا بعد اسبوعين بيروح شيانج لمدينة ووهو وبيمشي يتفرج عليها وبيقول ان هي حلوة جدا، ولو فعلا عملوا متجر فيها فمش هيقلقوا بخصوص امدادات الادوية في المستقبل. وبيفتكر شيانج الشارع اللي قاله الجد يمشي منه، وبيلاقي واحد هناك باصص قصاده وبيسأله بتبص على ايه. فبيعرفوا الشاب انه بيشوف الابن الثالث لملك مدينة هو. وبيقول واحد تاني انه كمان رئيس صيادلة دان شينج، وانه مش عارف جناح الانديان ده عمل مشكلة مع الراجل ده ازاي. وبنروح عند الانديان بفالون صاحب الجناح، وقصاده هاو شين الابن الثالث. بيتكلم الانديان وبيسأل هاو ايه اللي هو بيعمله ده. فبيستغرب هاو سؤاله وبيطلب منه يسأل شعبه عن اللي بيعمله، وانه متصاب ومش عارف يقوم، وانه في موقفه ده رحيم انه مقطعلوش رجالته خالص. وبيكون في شباب من الحراس ماسكينه وبيقول الشاب ده للانديان ان مش هو ده اللي اذاه. فبيعرفوا الانديان انه متفهم. فبيضحك هو وبيطلب من الانديان متجر كتعويض. وبيكون شيانج واقف قريب منهم وفجأة بيرمي حباية على المكان اللي فيه هاو. بيتفاجئ هاو وبيصرخ من الألم، وبيبص الحراس حواليهم علشان يشوفوا مين عمل كده. بيطلب واحد منهم من التاني انه يحمي هاو، وبيظهر شيانج قصاد هاو وبيقول له اصابتك جامدة بلاش تقف على رجلك بدل ما تتقطع. فبيتوتر هاو جدا وبيقرب من شيانج وبيسأله انت ازاي تتجرأ وتحاول تقتلني. وبيطلب هاو من الحارس انه يقبض على شيانج. فبيفعل شيانج قوته وبيضحك وبيطلب من الحارس انه يمسكه لو عرف. وبيبص هاو على الحارس وبيشتمه وبيطلب منه يروح يمسكه. فبيعرفوا شيانج ان الحراس عندهم ذكاء مش زيه. وبيقول الحارس لهاو ان قوة الراجل ده عالية جدا والاحسن ما يتصرفوش بتهور. فبيضربوا هاو وبيتعصب وبيطردوا بره. وبيقول شيانج انه هيعلمه درس بنفسه. بيفعل هاو قوته وبيقول لشيانج انه هو هيوريه النجوم في عز الظهر. وبيضربوا شيانج بكل قوته بيوقعه على الارض. فبيمسكه من رقبته. فبيتوتر هاو وبيسأل شيانج عايز ايه. فبيتعصب شيانج وبيقول له يعني انت بعد ما اذيت شعبي وحطمت المتجر بتاعي جاي دلوقتي تسألني عايز ايه؟ وبيستغرب هاو من كلام شيانج وبيرفعه شيانج بايده، لكن هاو بيقول له هو خايف ان ابوه موجود هنا. وبيعرفه شيانج انه عارف ان ابوه هو سيد المدينة، وانه كمان صاحب صيادلة داي شينج، يعني مسنود من الناحيتين. وبيطلب منه هاو يسيبه وهو هيعمل له اللي هو عايزه، لكن شيانج بيضربه بالبوكس بكل قوته وبيوقعه على الارض. بيزعق هو بيعرفه ان هو مش هيسيبه في حاله الا لما يخلي حياته زي الجحيم. بيوجه له شيانج لكمة
تانية وبيعرفه انه مجرد عيل مش بيفكر غير في نفسه، وانه عارف ان عيلة هاو في مدينة ووهو مشهورة بتقنية الرعد وكمان تقنية المطر، لكنه هو بيستخدم اضعف حاجة فيها رغم انه ابن رئيس المدينة. يعني واضح قوي انه عيل ملوش اي لازمة في نظر ابوه، وحتى لو عيلته قررت ان هي تدافع عنه فاكيد مش هيكونوا عايزين يتسببوا في مشاكل مع 2 كيميائيين من جناح الانديان. وبيكون في ناس شايفين اللي بيحصل وواقفين مبسوطين ان هاو بيتقدم، وبيطلب شيانج من هاو انه يخرج دلوقتي بدل ما يضربه تاني. وبيفضل هاو يعيط وبيهجم على شيانج وبيقول له ان ابوه لو عرف اللي حصل وملقاش منه اي رد تاني هيدي كل الموارد لاخواته الكبار. والمدينة كلها عارفة ان ابن عيلة هاو التالت فاشل، وكله بيقول نكت عنه، علشان كده هو مش عايز مشاكل مع ابوه. فبيطلب منه شيانج انه يهدى ويجي لانديان، وبيقول لشيانج ان رئيس صيادلة داي شينج اخوه الكبير وجاب ناس تبعهم وشكلهم جايين يتخانقوا. فبيعرفوا شيانج انه مش عايز مشاكل دلوقتي مع الصيادلة ولا المدينة. فبيقول هاو ان هو موهوب من صغره وكيميائي كمان بس ما فيش اي حد فاهمه. وبيفعل شيانج قوته وبيقرب منه، فبيخاف هاو بيقول له انت هتضربني تاني ولا ايه. بيطمنه شيانج وبيقول له انه حاسس بيه وفاهم ازاي عيلته ما تبقاش طايقاه والكل بيتعامل معاه على انه فاشل. فبيسأله هاو هو انت بتتكلم عن ايه؟ فبيعرفوا شيانج انه كان فاشل لمدة 2 في نظر الناس ويقدر يسأل اي حد، بس حظه ان ابوه كان بيدعمه وان هو ما استسلمش علشان كده بقى ناجح اخيرا. وبيعرض شيانج على هاو انه يشتغل معاه وما يكملش حياته وهو عايش بلقب الفاشل ده. فبيفرح هاو جدا وبيقول لانديان لشيانج وهو باصص من الشباك ان الطرف التاني عدواني جدا وان هو متأكد. وبيكون في موكب جاي وفي بنت قاعدة واللي سايق الموكب لورد من المدينة واللي هو اخو هاو الكبير يعني. وبيقول اللورد بصوت عالي لهاو انه هيقدم له الدعم، وبيطلب من الحراس اللي معاه ان هم يهاجموه. مش عارف ايه الدعم في كده بس شكل ده الدعم في عيلتهم. وبيبدأ الحراس في الهجوم لكن قوة شيانج بتوقفهم كلهم. وبيقول شيانج بصوت عالي هو مفيش حارس واحد في المدينة دي يمنع الحرامية ان هم يدخلوا ولا ايه. فبيرد عليه الاخ الكبير وبيسأل شيانج هو مين وجاي يأذي اخوه الحراس ليه وهو مش عارف عقوبة جريمة زي دي. فبيعرفوا شيانج ان اخوه دغدغ جناح الانديان هو والحراس من غير سبب، وكمان اقتحموا البيت بتاعه الخاص، فايه العقاب اللي هو ممكن يعاقبهم بيه. فبيتفاجئ الاخ الاكبر وبيقول لشيانج انت ازاي تتجرأ وتستفز اللورد للمدينة والابن الاكبر لعيلة هاو. فبيفعل شيانج قوته وبيقول له انا هوريك الاستفزاز بجد، وبيهجم شيانج عليه بقوته وبيهرب الحراس كلهم لكن اللورد بيقدر يتفاداه وبيعمل ضباب ورعد قصاده. بيفضل شيانج يدور عليه لغاية ما بيظهر من وسط الضباب والرعد وبيكون مفعل كل قوته. بيقول لشيانج انه عنده اعظم مهارة للعيلة وبيحاول شيانج يصد قوته وبيفعل مهارة الزرع الذهبي للنمر الابيض. فبيطلع اللورد المطرقة بتاعته وبيضحك وبيقول لشيانج انه لما يجمع مهارة الرعد والبرق مفيش حد يقدر يهرب منه. وبيحاول شيانج انه يصده بكل قوته وبيقول لنفسه قوة الدرع الذهبي للنمر الابيض مش كفاية، ولو كنت عرفت ده من الاول ما كنت سمعت كلام الاميرة مياو. فبتظهر له مياو فجأة وبتعرفه انه قال لها انه عايز يتعلم كل حاجة. وبيجي اللورد قصاده وبيقول له ان هو محظوظ علشان قدر يبقى سليم بعد ما منع حركته. بيهجم عليه تاني بكل قوته وبيفضل شيانج يصد وبيكتشف ان في فرق ما بين كل ضربة والتانية في الوقت، وبيقول لنفسه وكده جه دوري بقى. وبيفعل شيانج قوته وبيدمر بيها الحاجات اللي حواليه. ساعتها اللورد بيتهز وبيقول له انه لو فكر يقتله هنا في بلده فهو ما يعرفش العقاب هيكون ايه. وفي الوقت ده بيقطع القتال ما بينهم ستائر الموكب اللي بتتفتح، وبتقول البنت اللي جوه للورد ان هما الاتنين هيكونوا كيميائيين موهوبين في المستقبل فيا ريت ما يتعصبوش. وبتهدي اللورد وبتنزل البنت وبتعرض على شيانج انه يسلم عليها ويوقف القتال ويوافق على السلام. فبيستغرب شيانج وبيسألها هي تعرفه منين. فبتعرفه البنت ان المباراة اللي بينه وما بين عيلة ياو المدينة كلها كانت عارفاها. وبتقول البنت للورد انه ما ينفعش يخسر عيلة شين لان ده هيأثر عليه في المستقبل. فبيفكر اللورد في كلام البنت واللي بيكون اسمها يون وبيفهم انها عارفة انه على علاقة بعيلة ياو وبتحاول تقنعه يبقى مع عيلة شين. وبتطلع البنت صندوق ذهب وبتقول لشيانج ان ده هدية واعتذار من هاو علشان اللي عمله. وبيقول شيانج لنفسه مش عارف ليه مش مرتاح للبنت دي. وبيجي الانديان من ورا شيانج في الوقت ده وبيقول له انه يسيبه هو يتعامل مع البنت دي لان هي مستحيل تقدر تغشه. بيقرب الانديان منها وبيمسك ايدها وبيعرفها ان هو مش مستغرب انها مسكت منصب زي ده في سنها الصغير. فبتضحك يون وبتشكره على مجاملته وبتفعل قوتها عليه. وبيكون الانديان حاسس بالالم ومش قادر يسيب ايديها. بتوقعه يون على الارض وبيقول اللورد ان اخوه اتصاب وان دي مسألة شرف للعيلة. وبيكون هاو قاعد باصص من الشباك وخايف لاخوه الكبير يقول ان ده اكتر
واحد في العيلة بيدعمه. وبيقول شيانج للورد ان اخوه كويس ومستعد يتعلم، وان استخدامه للعاصفة الرعدية زي ما هيأذيهم اكيد هيأذي اخوه هو كمان. بس المفاجأة ان اللورد مش بيهتم نهائي، وبيقول انه كده كده اخوه فاشل وبتاع مشاكل، ولو اتصاب او حتى مات مش هيفرق. وبيجري هاو يقف قدام شيانج وبيقول له ان قوته العجيبة دي عالجته حتى من تلف الكلى اللي كان عنده، وانه مستعد ينضم ليه ويتغير. بيقول شيانج وهو بيضحك ان لما كان بيعالج اصابة هاو عالج معها الامراض اللي عنده كمان. وبيشاور شيانج على هاو وبيقول للورد شايف اخوك حابب يتغير ازاي؟ فبيتضايق اللورد وبياخد الناس اللي معاه وبيمشوا. بيقول لانديان لشيانج ان اللورد هو اللي انقذه من ايد يون، وبيسأله لو كده هدفه انه يفهمه منصبه في عيلة هاو وبعدين يكسبه في صفه. فبيعرفوا شيانج ان كله بوقته، لكن حاليا لازم مدينة وو كلها تعرف ان الجناح الخاص بعيلة لانديان وعيلة تشين مفتوح. وبنروح عند جبل وو وبتكون مياو قاعدة ومبسوطة، وبتقول لاختها باي انها بترتاح هنا وده احسن مكان في العالم، وده لان الطاقة هنا كويسة جدا. فبتعرفها اختها انها متأكدة انها ما تقدرش تقعد في العالم ده لفترة طويلة. وبيجي شيانج وبيقول ان زراعة الكفاءة هنا اعلى بكتير، لان الازهار والاعشاب القريبة بتكبر بسرعة، وبالمعدل ده هو متأكد ان في خلال 3 اشهر هيقدر يبقى معاه فاكهة الروح الذهبية اللي بتقعد 1000 سنة علشان تنمو. وبيلاقي فجأة شيانج سيفين اتحدفوا عليه، بيتفاداهم بسرعة وبيبص يشوف مين عمل كده، وبيلاقي 3 لابسين عبايات، واحد منهم بيقول ان هو اللي اكتشف العشبة دي الاول، وبيهدد شيانج لو فكر ياخد منه حاجة. فبتقوم مياو وبتقول لهم انها كانت مرتاحة هنا وان هم ضايقوها ومحتاجين يتعلموا الادب، فبتطلب منها باي ان هم يكونوا لطيفين معاهم، وده عن طريق ان هم يكسروا جماجمهم وينشروا دمهم في الارض وبس. بيقلع واحد منهم العباية ووشه بيبان، وبيسأل شيانج هو انت ما تعرفش انا مين ولا ايه، وازاي تتجرأ وتسرق الشغل بتاعي؟ فبيسأل شيانج ماي وباي هم شافوا الراجل ده قبل كده، وبيهجم عليه الراجل ده بسيفه، وبيقدر شيانج يتفاداه وبيفعل قوته بسرعة وبيهجم على الراجل، وبيقدر انه يطير له سيفه بعيد ويكسره نصين. بيتفاجئ الراجل من اللي حصل، وبينزل شيانج على الارض وبيقول شيانج انا عارفه، وبيقول له انت من شهرين كنت في قطاع جبلي في فوهو، ايه بقى علاقتك بالطب دلوقتي؟ وبيقرب منه شيانج وبيلزق وشه في الارض وبيعرفه انه لو ما اتكلمش هيستخدم صوت النمر الخاص بيه. وبيفعل شيانج قوته وبيلف الصوت على الراجل، وبيفضل يجيبه يمين وشمال ويدمر المكان كله. بيصرخ الراجل وبيعرفه ان هو من عيلة تشين. فبيسأله شيانج انت مين بقى وليه عامل نفسك قاطع طريق؟ فبيعرفه الراجل ان اسمه وي هانج وشغال منتقي اعشاب ومسؤول عن توفير الموارد الطبية لعائلة ياو والشيخ السابع لعائلة ياو هو، والشيخ السابع ده هو اللي امره يعمل كده. فبتقول باي انها حست من فترة ان العجوز بقى شرير قوي وبيكون قصدها على الشيخ السابع، فبيهدده شيانج وبيقول له ان هو هيحاسبه على القديم والجديد. فبيترعب وي وبيطلب منه يسامحه وان هو هيساعده في التعامل مع عائلة ياو، وبيعرفه ان ياو في طريقه لمدينة دونج بينج. بيسيبوا شيانج في الوقت ده وبيتجه الموكب بتاع عيلة ياو، بيقطع الطريق عليهم وبيفضل السواق يزعقله، لكن شيانج بيفعل قوته بسرعة وبيهجم بيها على الموكب بيدغدغه، وبيقول بصوت عالي انه بيدور على ياو. بيقوم ياو وابوم بالعافية من على الارض وبيستغربوا من وجود شيانج، وبيسألوه انت بتعمل ايه هنا؟ فبيرد عليهم شيانج وبيقول لهم بما انكم مستغربين كده فما تبعتوش حد ورايا يراقبني. فبيتعصب ياو وبيطلب من ابوه انه يعلمه درس ما ينساهوش. فبيطلع الاب حباية من جيبه وبياخدها بسرعة علشان يزود قوته. فبيفعل شيانج في الوقت ده بسرعة قوة الصوت بتاعه، وبيطلب الاب من ياو ان هم يحاربوا شيانج مع بعض. بيفعلوا هما الاتنين هجوم سيف الظل في وقت واحد، وفجأة بيتحول جسم الأب لجسم قوي جدا وبيكون في نار شديدة حواليه، وبيسأله لو قدر يموت شيانج ولا لسه. فبيكونوا فاكرين ان شيانج اختفى بسبب القوة اللي ظهرت من الأب، لكن شيانج بيظهر من ورا الضباب وبيعرفهم ان لسوء حظهم هو اتقدم بشكل اسرع وقدر يتفوق على القوة بتاعتهم دي. فبيتصدموا هما الاتنين وبيقول شيانج ان دوره جه، وبيفعل الصوت بسرعة وبيوجهه عليهم وبيقدر يربطهم هما الاتنين بيه، وبيعرفوا الابن ان عيلة ياو هتقضي على عيلته تماما. فبيتكلم شيانج مع نفسه في الوقت ده وبيقول ان الاخت مياو قالت ان مهارة النمر الابيض بتستخدم في القتال علشان ترفع القوة. وبيفضل شيانج يزود
بيزود في قوة الصوت على الاخر لغاية ما بيموت الاتنين. بيروح شيانج لبيته بعدها وبيجيله وي اللي بيكون مبسوط وبيقوله انه جاب له المواد الطبية اللي هم اتفقوا عليها، وبيعرفوا وي ان في ضجة كبيرة بره وان الناس بتقول ان هم لقوا القافلة بتاعت ياو متكسرة ومفيش اي وجود لاي جثة. فبيسألوا شيانج وايه هي المشكلة، فبيتوتر وي وبيعرفوا ان هي دي فرصته مش اكتر علشان يطور جناح الانديان بتاعه. فبيعرفوا شيانج ان هيسيب له هو الموضوع بتاع الموارد الطبية ده، وبيقول لنفسه حظ الكويس ان في الفريق الصح. وبيدخل فجأة رئيس القصر وبيسأل شيانج هو ليه اتصل بيه واستعجله، فبيطلب منه شيانج انه يدخل وبيعرفه انه عنده كنز ليه. بيحط شيانج علبة قدام رئيس القصر وبيطلب منه يفتحها، وبيفتح عمه العلبة وبيتصدم وبيقول بصوت عالي ايه ده، فاكهة الألف روح الذهبية؟ وبيسأله انت ازاي جبتها، وده خصوصا ان هي محتاجة 100,000 سنة علشان تنضج، وان القشر واللب بتاعها ليهم فايدة في تحسين حبوب الطاقة العالية، وده حلم لكل الكيميائيين يوصلوا ويجيبوا حاجة زي دي. فبيعرفوا شيانج ان هو جابها بطريقته الخاصة، وبيقول له انه هياخدهم ويحتفظ بيهم لان جناح الانديان بتاعهم بدأ وهو هيحتاجها علشان يجند القوات ويزود قوتهم. فبيعرفوا الرئيس ان كل الكيميائيين في المملكة العسكرية الجنوبية اكيد عايزين يجربوها، وان مفيش داعي يقلق بقى دلوقتي على موضوع تجنيد الناس ده. هو بيجي واحد فجأة عند الصيدلية بتاعتهم وبيقول هو مين المسؤول هنا؟ هو بيرفع ايده عند اسم العيادة ويقول لازم الاسم ده يتغير لان صاحبه ما يستحقش يكون عنده صيدلية زي دي. فبيقوم شيانج من مكانه وبيسأله ايه ماله اسم الصيدلية يعني؟ فبيعرفوا الراجل بنفسه وانه ملك دان، وبيطلع فخار من معاه وبيقول ان ده فرن شوان يانج. فبيقول له شيانج ان ده العم مينج بو من المملكة العسكرية، وانه ماهر قوي في الكيمياء لكن عنده فرن شيانج يانج المشهور، والمفروض ان هو سلاح عالي جدا من مستوى التنين. فبتظهر مياو بتقول هو فخور ان ملك على ايه، ده حتى الشانج يقدر يكسبه. فبيسألها الشانج بجد شايفة ان مستوايا اقدر اهزم بيه الراجل ده؟ وبتقول له مياو ان الفرن جامد وانه اكيد هو كمان حاسس باحساس حلو جواه فالاحسن ياخده ليه. فبيعرض عليه شيانج منافسة مقابل فاكهة روح ذهبية، وكمان انه هيغير الاسم بتاع الصيدلية لو هو كسبه، بس لو شيانج اللي كسب فياخد منه الفرن، وخصوصا انه راجل عجوز ما عندوش اي حاجة تانية ممكن ياخدها منه اصلا. بيضحك الملك وبيعرفه ان هو مستعد يترهن على الفرن عادي. بيبتسم شيانج والرئيس علشان وصلوا اللي هم عايزينه، وبيقول الرئيس ان شيانج هيقاتل بالفرن بتاعه علشان يكونوا متكافئين، وان الافران من نفس النوع اساسا. بس شيانج حاسس ان في سر ورا اصرار الرئيس على استخدام الفرن بتاعه ده، ولما بيسأل الرئيس بيقول له هقولك بعدين. بتبتدي المنافسة وكل واحد بيطلع الفرن بتاعه وبيطلع قوته، وبيطلب منهم الرئيس كل واحد يفعل ناره الحقيقية. فبيقول له شيانج ان دي مسابقة انت ليه مكبر الموضوع كده، لكن الرئيس بيصمم وبيقول لشيانج نفذ بس اللي بقولك عليه وهتفهم بعدين. بيبدأ الملك وفجأة بيتحول لون النار للون الاحمر الغامق، وبيظهر وحش غريب كده. فبيقول الرئيس ان هم كده دخلوا للحس الملكي من خلال ان هم دخلوا نار حقيقية في الفرن، والمسابقة معتمدة كمان على السيطرة على الوحوش الملكية بتاعتهم. بيظهر الخفافيش وبيقول الملك ان هي بتاعته، وبيفكر شيانج في الحوارات الغريبة اللي عمالة تحصل حواليه دي، واصلا ما بيكونش فاهم حاجة. فبتتكلم مياو معاه في الوقت ده وبتقول له ان ده مجرد تقليد ضعيف من جيل تاني من الكيميائيين، بس برضه المبادئ هي. وساعتها شيانج بيتشجع علشان يبدأ المنافسة. بيعرض الملك على شيانج انه يفهمه شوية حاجات علشان يبدأ، وخصوصا انه اول مرة يخش منافسة الكيمياء. بس شيانج بيقول له خليك في فرنك ووحوشك دي وليك النتيجة في الاخر. بيستدعي شيانج الطائر بتاعه، فبيتفاجئ الملك وبيقول له هو انت ازاي قدرت توصل للطائر ده في السن اللي انت فيه؟ بيحاول الملك هو كمان يطلع احسن ما عنده، وبيفعل قوته وبيستدعي خفافيش كبيرة. فبيطلع الطائر بتاع شيانج نار شديدة جدا من بقه وبيوجهها على الملك، لكن الملك بيعمل دايرة حماية حواليه بسرعة، وبيفعل بعدها بسرعة قوة البرق الأرجواني، وبيقدر ان هو يوجهها على شيانج. بيتصاب الوحش وشيانج في الوقت ده، واللي بيكون مش مستوعب ان الضرر اللي هيصيب الوحش هيصيبه في نفس اللحظة، وبيحس كده ان الفوز هيكون صعب لان الطائر بتاعه بيقاوم ببطء.
فبيطلب الملك من شيانج ان هو يستسلم لانه اساسا الكيمياء هتضره ومش هيعرف يسيطر على احساسه الملكي. فبتيجي مياو لشيانج في الوقت ده وبتسأله هو انت نسيت درس باي فانج الاول ولا ايه؟ وبعد كده بتسيبه وبتمشي. بيسأل نفسه في الوقت ده شيانج هي قصدها ايه، لكنها بتجيله تاني وبتعرفه انه كفاءته مهمة. بينده الملك على خفافيش الطب وبيطلب منهم يسمعوه، وبيقول لنفسه انه عايز ينهي المنافسة دي اساسا علشان الطب هو كمان. فبيقرب في الوقت ده الطائر المقدس من الملك وبيطلع طيور صغيرة بتهجم على الخفافيش بتاعته وبتموتها. بيستغرب الملك وبيحس بألم شديد فجأة، وبيضحك شيانج لأنه بسبب مياو قدر إنه يجسد الطائر على قد الخفافيش. وكده المنافسة تكون بدأت. بتبتدي الحرب ما بين الخفافيش والطيور وبتكون الخفافيش قوية جدا وشيانج جسمه بيتضرر وبيتصاب بسببها. بيقول شيانج للملك إنه يقدر يسيطر على 3 من الخفافيش، لكن الملك بيعرفه إن هو لسه عنده 5 خفافيش دوائية. فبيفكر شيانج في الوقت ده في طريقة مختلفة وهي تقنية الطيور القرمزية. بيفعلها وبيكون حواليه 3 دوائر من النار، وبيقول الملك إن الضربة دي هي اللي هتحدد مين اللي فايز. بيهجم الملك هو كمان بكل قوته، لكن شيانج بيفعل مهارة كسر البرج الأرجواني وبيقدر إنه يؤذي الملك بيها. لكن فجأة بيتصاب شيانج وبيسأل هو إيه الغلط، وما بيكونش عارف هو خسر ولا إيه. الملك بيقول له إنه طبيعي يخسر وما فيش حد يتحدى الملك ويكسب، وبيكون الناس قاعدة بتتفرج ومستغربة إن شيانج هو اللي خسر. بيضحك شيانج وبيشيل الدم من على بقه وبيعرفه إن خلاص المعركة الأساسية هتبدأ دلوقتي. وبيظهر 4 دواير في السماء حواليهم نار، وبيتفاجئ الكل إن شيانج قدر يصنع حبوب أورا، وبكده بيفوز شيانج على الملك. وبناء على الاتفاق فالفرن بقى بتاعه دلوقتي. وبيقول الملك ان على مدار السنين هو كان بيهتم بفرن الكيمياء ده واهمل مساره الاساسي، لكن دلوقتي الفرن بقى في ايد امينة. وبيعرض شيانج على الملك ان هو ينضم لجناح الانديان ويبقى كبير الكيميائيين اللي موجودين هنا، وبيديله فاكهة الروح الذهبية وبيعرفه ان دي عربون محبة ما بينهم. فبيتدخل الرئيس في الموضوع في الوقت ده وبيقول للملك ان هو لو انضم للجناح بتاعهم هيبقى شرف كبير ليهم، وبيشكر الملك وبيوافق. وبيكون الناس مصدومة وبيطلب اغلبهم ان هم كمان ينضموا ويشتغلوا في الجناح. فبيعرفهم شيانج ان المسؤول عن الامور بتاعة التوظيف دي هو الملك، وبيفرح الرئيس ان هو اختار الاختيار الصح. بيجي واحد في الوقت ده وبيقول لشيانج ان عربية من صيدلية دان شينج بره، وبيقول له ان الملك دعاهم لهنا. فبيستغرب شيانج وبنروح عند صيدلية دا شينج، وبيكون هاويون هناك وبتقول ان محدش قدر يهرب من قبضتها ولا حتى انت يا شيانج. فبيعرفها شيانج ان القبائل ال8 دي اهم قبائل في قارة شينو، وان كل فصيل عنده موارد كتيرة، وكل مزارع في عالم القتال عايز ينضم ليهم، فاكيد الكيمياء بتاعتهم قوية. فبتعرفوا مياو ان هي هتعلمه الكيمياء، بس الاحسن يروح لقبيلة تايمو لانها الاحسن ما بين القبائل. وبتقول له ان في ست هناك هي مش عايزة يبقى ليه دعوة بيها نهائي. بيوصل شيانج ولما بيشوف هاويون بيتفاجئ من وجودها، فبتتضايق مياو وبتعرفه ان هي قالت ملوش دعوة بالست دي. فبيعتذر لها شيانج وبيقول شيانج لنفسه انا مش هقع في فخ الست دي. وبيقرر يروح دان شينج لانه لو بقى تلميذ داخلي هيقدر ياخد مكافآت كتيرة. فبتسأله يوان ليه خدعها، فبيعرفها شينج ان لسوء الحظ انضم لقبيلة تايمو. فبتتفاجئ يوان وبتعرفه ان هي قوية، وبتعرض عليه ان هي تكون زوجته التانية وان اكيد جيا زوجته الاولى مش هتعترض. انا مش محتاج ده، انا مش زي اللي قبلي ووقعوا في الفخ بتاعك. بتتضايق يون لان رفض تشانج ليها يعتبر اهانة، وكمان هو لمح لها في الكلام ان هي عجوزة واكبر منه، بس بتتجاهل كل ده وبتقول له عموما انا مستنياك، لو غيرت رأيك فانا هديك هدية مخصوص. فبيرد عليها انا معايا برضه هدية ليكي وعايز ابدلها بالمال الروحي، والهدية دي هي عشبة روح الدم الألفية. وبنعرف ان قبيلة تاي هي اقوى قبيلة في قارة تشينو، واستفادوا من نظام فنون الدفاع عن النفس لمدة 3000 سنة، وزرعت نص المقاتلين الحقيقيين اللي في القارة، وكمان ممتازين في تصنيع الأسلحة. وبعدهم قبيلة تدعى تانشينج، واللي عندها مهارات في الكيمياء ومعترف بيها من قارة تشينو كلها، وكمان مسؤولين عن تقييم الكيميائيين اللي في القارة. وبعدها قبيلة وادي الرياح الجليدي،
ودي مشهورة انها بتمارس تقنيات الين واليانج، والمزارعين اللي فيها ممتازين جدا، وانهم عندهم سلالات خاصة كمان. وما بين كل القبائل دي القبائل الاربعة الدنيا، واللي هم قبيلة الوحوش القتالية اللي بتركز على تحول الوحش الشرقي، والقبيلة العسكرية، والقبيلة السنوية، ورابعهم هي جزيرة اللوتس الجديدة الغامضة. المهم بينتهي بينا المشهد بعد كده عند مركز مدينة ووهو، وبيكون شيانج واقف وبيقول عشبة روح الدم الخاصة بالألفية بتتباع مقابل 40,000 من النقود الروحية. وبيبص شيانج قدامه بيلاقي يافطة مكتوب عليها مسجل جولات فنون الدفاع عن النفس، والناس بتقول ان اللي بيعدي الاختبار ده بينجح. وبنروح عند مكان الاختبار والكل بيبدأ يجهز، وبنعرف ان اللي يقدر يوصل للأصفر او اعلى في الضربة بتاعة الحجر هيكون ناجح. وبيكون في واحد من اللي هناك متحمس وبيدخل ياخد دوره وبيجيب اللون الاخضر، وبيكون جاهز للاختبار الاول. فبيضحك شيانج وبيسأله مبسوط على ايه؟ ده انت جبت لون اخضر بس. بيجهز شيانج قوته علشان يضرب بيها باقوى ما عنده، وبيحس الناس كلهم بالحر بسبب قوة شيانج. وبيكون الناس اللي في المكان مصدومة وبيعملوا دوشة، وبيجي هاو يسأل هو في ايه بالظبط؟ فبيقول واحد منهم ده في واحد كسر الحجر الروحي. فبيتفاجئ هاو لما بيشوفه، وبيروح لمكان تاني وبيسأله هاو انت فعلا عايز تشارك في فنون الدفاع عن النفس في المدينة؟ فبيقول له شانج دي فرصة عظيمة وحاجة بتحصل كل 3 سنين، واكيد يعني هكون عايز اشارك فيها. فبيقول له هاو عيلة ياو السنة دي هي اللي ماسكة بطولة الدفاع عن النفس، وبرغم اني مش عايز اعرف ايه اللي بينك وبينهم، بس واضح ان هم بيحاولوا يتعرضوا لك، فالاحسن تمشي وتنقذ حياتك علشان العيلة دي خبيثة جدا. فبيطمنه شيانج انه عارف كل حاجه، وبيقول له انا عندي خطه احل بيها الموضوع ده. وبيروح شيانج بعد كده يتدرب على الفرن، وبيكون مكون نار شديده جدا حواليه، وبيقول الفرن ده صعب حتى مياو مش قادره تشوف منه. بيفضل شيانج يحاول يسيطر على الفرن ده لحد ما بتظهر له مياو واختها، وبيقولوا له ما تستسلمش واظهر قوتك الحقيقيه. وبعد مجموعه من المحاولات بتظهر قوه زرقاء شديده جدا حوالين شيانج. فبيقول لمياو تعالي شوفي شكل الفرن دلوقتي. فبترفض مياو وبتقول لاختها روحي انت شوفي لان عندي حساسيه قويه ناحيه الحاجات دي. فبيقول لها شيانج لا باي جسمها ضعيف. فبتتعصب باي وبتقول طب انا هعمل كده عادي، ده مجرد فرن مكسور يعني. بتحط باي ايدها على الفرن وبتحس بألم شديد، وبيظهر حواليها نار كبيره وبعدها بتختفي. وساعتها شيانج بيسألها وبيقول لها هو انت شفت ايه؟ فبتقول له باي الفرن عنده قوه اليانج واللي بيها ممكن يشم تنين النار. فبتدخل مياو في الكلام في الوقت ده وبتقول ده كنز لان سلاح التنين الملكي مش في حاجه للعالم الفاني اصلا، بس ما ينفعش نرجعه للملك علشان كده ممكن يعيد استخدامه مره تانية. فبترد باي انا مش متحمله دم اليشم ده. فبيقول لها شيانج وهو بيفعل قوته عليه انا لسه محتاج اكتشف الفرن واسراره بنفسي. وبيحس شيانج ان معلومات الفرن كلها بتتدفق لدماغه، وبيعرف ان الفرن ده اتعمل في العصور القديمه وعمل واحد اسمه يان لونج، وممكن يخلي قوه الحريق في العمليات الكيميائيه مستقره اكتر، وده بيسرع الوقت وبيخلي الكيمياء فعاله اكتر بنص الجهد بس، وانه لو استفاد منه يقدر ينقي كمية كبيرة من حبوب اورا علشان يدخل للعالم السابع بسرعة. بيسمع شيانج صوت ماشي وراه بيلف راسه بسرعة وبيقول لمياو انا راجع للحلبة. بيتحدف فجأة سهم كبير على شيانج لكنه بيتفاداه، وبيرجع تاني للراجل وبيموته. وبيكون الراجل معاه 2. بتستغرب مياو ان الناس بتطارد شيانج فجأة. فبيقول لها شيانج انا طلبت من هاو انه ينشر الاخبار قصد في عيلة هاو، هو كده تبقى خطتي ماشية صح. فبتسأله باي وانت هتكسب ايه باللي انت بتعمله ده؟ فبيقول شيانج لمياو انت قلتي قبل كده ان ارادة النمر بتتغذى بالقتال وان البطولة قربت، وانا قلقان عشان مفيش خصوم كتير اتدرب عليهم، بس حاليا انا هستخدم قوتي على اللي جايين دول علشان اتمرن وازودها. بيفعل شيانج قوته وبيسأل الراجل المقنع انت مين ومين بعتك هنا؟ ولو قلت لي الحقيقة فانا ممكن اسيبك تعيش. فبيرد عليه الراجل وبيقول له بطل هبل، احنا لو قلنا لك فكده عصابة الرياح السوداء مش هتعرف تفرض سيطرتها على الناس بعد كده. فشيانج بيرد عليه وبيقول له انت مش محتاج تقول لي، انا عرفت حقيقتكم خلاص.
هو بيفعل قوته وبيوجهها عليه وبيقول واحد منهم للزعيم: احنا اتكشفنا ومش ضروري بقى نكمل القتال ده. وبيكون الزعيم بتاعهم مستغرب ازاي شيانج عارف. وبيفعل شيانج رقصة نمر البراري وبيطلع طاقة شديدة جدا بتغطي المكان حواليه. بيستغل الزعيم الفرصة وبيقول في ثغرة في الهجوم بتاعه، بيوجه الكل ليها وبيطلب منهم يهجموا منها. بيهجم الشباب كلهم على شيانج وبيحاولوا يحموا نفسهم من قوته، لكنه بيفعل الخطوة التانية والقوة بتاعت شيانج بتزيد وبتوقعهم كلهم على الأرض. بيكون الزعيم مصدوم وواقع على الأرض وبيسأل: انت ازاي وصلت للمستوى السابع؟ انا لسه في المستوى السادس، وبعد الجمع ما بين فرن التنين وتقنيتي بقيت اقوى، علشان كده يعتبر في المستوى السابع. وبيسألوا شيانج ليه عيلة هاو اللي بعتتك وايه هدفهم؟ فبيتجاهل الزعيم اسئلة شيانج وبيقول له: انت ازاي مفكر انك تقدر تقتل الزعيم الثالث للعصابة وهي عصابة الرياح السوداء؟ فبيفعل شيانج قوته وبيقول له: انت لو ما جاوبتنيش دلوقتي هخليك تتكلم بطريقة تانية. فبيتفاجئ الزعيم في الوقت ده من قوة اليانج الخاصة بتاعته، وبيحط شيانج ايده على دماغ الزعيم وبعدها بيفضل يضغط ويعذبه جامد. وبيرجع يسأله تاني: عصابة الرياح السوداء ليها علاقة بيك ولا لا؟ فبتقول له باي انه ما بقالوش كتير في العالم ده، بس شكله كده من الاحفاد الفاشلة. فبيتكلم الزعيم اخيرا وبيقول الملك دان هو السبب. فبيتفاجئ شيان وبيفهم ان هو بيجري وبيفعل قوته لانه لازم يستوعب انه بيتعامل مع خبيث من عائلة ياو، وان هم حب يعادوه علشان كده بيستهدفوا جناح الانديان. وفجأة الباب بيتدمر عليهم وبيدخل الحارس منه وهو شبه ميت. هو بيقول لهم في الوقت ده: في حد بيقتحم المكان يا سيدي. بيقوموا كلهم وبيدخل شيانج وبيقول لهم: انا كنت معدي من هنا وسمعتكم بتتكلموا عليا. بيتفاجئ الكل لانهم بيكونوا مفكرين ان شيانج مات على ايد الناس اللي بعتوهم. وبيقول شيانج للرئيس: انا عندي خبر حلو ليك، وهو ان في ناس عملوا نفسهم من عصابة الرياح السوداء وهاجموني، بس انا قدرت نقضي عليهم. فبيتفاجئ الرئيس في الوقت ده وبيرد عليه وبيقول له: انت عملت ايه في ابن التاني؟ فبيقول لشيانج: انتوا لازم تعيدوا التفكير في انكم لسه كلاب عيلة ياو. فبيتعصب عليه وانج وبيقول له: ما تنساش نفسك وانت بتتكلم معانا. وبيهجم عليه علشان يضربه، لكن شيانج بيفعل قوته بسرعة وبيوجهها عليه. بيقدر انه يرميه لبعيد. فبيتفاجئ الرئيس لان وانج في المستوى السابع، فازاي يترمي المسافة دي من حتة عيل. وبيهدد شيانج كل اللي موجودين في المكان ان لو حد فيهم اتدخل في القتال هيموت. بيحاول اللورد هو وانج يهربوا وبيفضل الزعيم بس. هو بيطلب من العصابة بتاعتهم ان هم يقتلوا شيانج. فبيسألوا شيانج في الوقت ده: انت تعرف نتيجة كلامك ده ايه؟ هو بيفعل قوته بسرعة وبيوجهها على العصابة، وفي لحظة بيقدر يقتلهم كلهم. بيكون الرئيس متفاجئ وبيقعد يضحك وبيقول للشيانج: انت مزارع موهوب، بس انت هتموت برضه دلوقتي. وبيفعل الرئيس قوته وبيتحول لوحش ضخم لسانه طويل. هو بيواجه لسانه ده على شيانج وبيقول له: انت حتى لو في المستوى السابع فانا سهل عليا اقتلك. لكن بطلنا شيانج بيقدر انه يتفادى الهجمة دي بكل سهولة. بس شيانج بيتفاجئ ان المادة اللزجة اللي على لسان الزعيم بتيجي على ايده. فبيشدها شيانج من على ايده وبيقول لنفسه: انا كنت مهمل قوي في الخطوة دي. وبيفضل الرئيس يحاول يضربه بلسانه، لكن شيانج بيتفادى كل الضربات دي. بيفعل قوته هو كمان وبيظهر نار خفيفة حواليه، وبيشد شيانج لسان الرئيس وبيقعد يربط فيه في كل حتة. وبعدها بيشد لسان الرئيس بيقطعه، والرئيس بيرجع لحالته الأساسية. وبيتكلم شيانج مع الرئيس في الوقت ده وبيقول له: كده بقى جه دوري. وبيفعل قبضة القتال العنيف للنمر وبيهجم عليه وبيقول له: دي علشان عمي وابويا. بيفعل الرئيس مهارة بسرعة وهي مجموعة الرعد، وبيوجهها على بطلنا شيانج، وشيانج بيحاول يصدها. والمفاجأة ان التقنية دي بتكون بتاعت ابو شيانج. شيانج بيقع على الارض فبيسأل الرئيس: مش عايز تعرف انا ليه بستخدمها؟ وبيكمل كلامه مع شيانج: الاسطورة بتقول ان اول سيد للعصابة كان تلميذ للوحش العملاق التاسع، والمهارة دي بتقدر ان هي تمتص القوة الحقيقية للجسم. انت دلوقتي حاسس باي الم في جسمك بما انك يعني تعرضت للضرب مني. لكن شيانج بيفعل قوته بسرعة عليه وبيقول له: اوعدك لما اتعلم هردها لك.
وبيحس الرئيس فجأة انه بيفقد قوته وبيستغرب من ده وبيسأل نفسه انا ما استوعبتش كتير من التقنية السحرية، وده رد فعل عنيف جدا. بيضحك شيانج وبيقول له انا سمعت ان تقنية السحر ضاعت في فنون الدفاع عن النفس لمدة سنين، وان التقنية دي معاك دلوقتي فدي مجرد صدفة. فبيتفاجئ الرئيس وبيقول له انت تعرف التقنية دي منين؟ فبيضحك شيانج وبيزود قوته وبيقول له انا مش الوحيد اللي اعرف ده، وانا هوريك دلوقتي القوة الحقيقية. بيطلع شيانج نار لونها احمر وقوية بيوجهها على الرئيس وبيخليه يتألم جدا وبيسحب منه كل القوة الروحية اللي في جسمه. وبكده تكون حلقة النهاردة خلصت. يا ترى ايه اللي هيحصل مع شينج بعد كده؟ ده اللي هنشوفه في الحلقة الجاية. متنساش تعمل لايك وسبسكرايب في القناة، واشوفكم الفيديو اللي جاي. سلام.